السيتي خسرت من توتنهام 2-0 وملحمه كرويه في ماتش من احلى ماتشات البريمير ليج، نيوكاسل وليفربول 3-2. جايين النهارده نحكي على الجوله اللي فاتت مع واحد تاني من اصدقائي عشان يلحقوني برضو في الفانتزي. اهلا بيكم، انا فوزانينيو. وانا خالد. اهلا بك خلود. ازيك يا فوزينيو؟ قول لي يا صديقي، عايزين نبتدي كلام على الكوره في اوروبا الجيم ويك اللي فات. اوسخ جيم ويك ممكن اكون حضرته في حياتي يعني. اخر الحلقه هيكون فيها شويه كلام على الفانتسي، بقى كالعاده اللي عايز يسمع كلام على الفانتسي جبت لكم واحد تاني، عشان انا الحلقه اللي فاتت كان معايا صديق حسام، عملت اوحش من لما لعبت لوحدي، فحسام ما انقذنيش في الفانتسي، فجبت خالد ينقذني في الفانتسي، وهفضل كده بقلب في اصحابي لحد ما اكسب. زي ما اخترت. نبتدي باول جوله او نبتدي بالجيم ويك اللي فات؟ جيم ويك 2. قول لي رايك ايه؟ والله بص، عايز تجيب كلام عن مين؟ عن الاول عايز تتكلم على فريق ولا عايز تتكلم على ماتش؟ انا هبتدي ببدايه الجوله. يعني انت اول ماتش كان عندك ويست هام وتشيلسي. قول لي رايك ايه في ويست هام ديربي لندن. يعني اتموسفير كان جميل جدا جدا جدا، يعني مبين من المنظر بتاع استاد ويست هام، من احد الاستادات عامه في انجلترا. يعني لبسنا جون في الاول الصراحه من لوكاس باكيتا، قطع الكره من اللي هو الصراحه جون جامد قوي. جون جامد جدا، جون حلو قوي. بس هو برضو يعني الصدفه الغريبه ان الكره اتقطعت من واحد احنا شايفين ان ده اللي هو خلاص يا جماعه احنا جايبين واحد، ده الطفره اللي جايه من البرازيل وجايبينه ب 60 مليون من بالميراس وهيموت الدنيا. بس لسه برضو يعني ما هو لسه برضو هو كده. هو عامه عمل ماتش حلو. عمل ماتش حلو، بالذات ان هو اساسا انا المفروض ما كنتش ابتدي تمام، وفجاه لقيت الضمه عند بالمر وجعاه، فانا مش هلعب يا جدعان، فانزل يا ابو 16 سنه. كتير؟ لا مش هيجيب كتير. هو اساسا هو الموضوع بتاع الضمه دوت عنده اساسا من كاس العالم للانديه. انا بعته في الفانتسي. انا اصلا تعالى نتكلم في الفانتسي كمان شويه، بس عشان يعني ماشي، بس بقول يعني سيبك من الموضوع دوت. فبدايه مبشره لتشيلسي تمام. ويست هام بصراحه يعني انا على ما اظن يعني هم لو ما عززوش السكواد اللي عندهم دوت بنسبه كبيره هتبقى من الفرق اللي احتمال تهبط بنسبه كبيره. ده انا في توقعاتي في بدايه السيزون قلت ان انا شايف ان تشيلسي السنه دي هتبقى من الفرق اللي لا مش تشيلسي، ويست هام تشيلسي اللي يهبط يا عم. انا بطل العالم عيب كده كابتن فوزينيو. ايه عالم ايه يا عم؟ قال لك مفيش الكلام ده. لا سيبك من ابو تريكه، خد بالك اقسم بالله كابتن ابو تريكه دوت على راسي من فوق، بس بعيدا لغايه لما نقلب على بي ان واحد ونبتدي نتكلم عن تشيلسي. انا هزنقك. خلود وعدني ان هو عنده تيشيرت من 2008 ابو تريكه ماضي عليه، هيجيبها لي احطها هنا. تعال ابويا هجيبه لك، فانا زنقته لايف قدام الناس. هجيبه لك والله العظيم على امضه ابو تريكه بس لوحده في النص هنا، ابو تريكه بالجنب كده. هنحطها هنا. ماشي، تعال نتكلم على ماتش تشيلسي وويست هام. خماسيه قويه بس بصراحه برضو كلمه حق. جبنا 3 اجوان ما لهمش علاقه اساسا بالكوره. الكوره بتترفع من الكورنر، خناقه، واحد ينتشها جول، 3 اجوان. يعني شايف ان السكور ده ملوش علاقه بان انا اطمن قوي ان تشيلسي هتدوس وبتاعه؟ لا اصلا يعني انا هفهمك على حاجه. تشيلسي عامه كفرقه حاليا انا ما اظنش ان هي جاهزه ان هي تنافس على الدوري. ويعني كلمه حق، الدوري كده اصعب تشامبيونز ليج بسنين ضوئيه. لا بسنين ضوئيه، لان انت عندك في غوغاء مش طبيعيه. انت ممكن تلعب ال 18 على الدوري في نص السيزون، محتاج نقطتين ولا 3 نقط يروح ماكلك 1-0 ولا 2-0، دي تطلعك بره التوب فور. مش هلعب تشامبيونز ليج بسبب إبسويتش مثلا، تخيل. فاهم قصدي ايه؟ فالدوري الانجليزي دوري هو كده. هو يا جدعان احنا كله بيخبط في بعضه والاقوى هو اللي هيكسب. فهو بصراحه الدوري الانجليزي في حته وبقيه البطولات كلها في حته تانية. تعال نتفق الموضوع ده. متفق تمام شويه. تشيلسي محتاج وقت لسه عشان يبني. حصل. سيبك من الفلوس اللي بتتصرف، بس احنا بس بتصرف كتير قوي. وبعدين قلب بقى كل شويه نقلب، نجيب حد ونقلب لعيب ونقلب. الايام اثبتت ان كله بيصرف. يعني انت ليفربول انا ما اعرفش عم دهب جالهم مسكهم ولا ايه، بس يعني احنا عايزين نتكلم على حاجه. الصرف غير الصرف. يعني ايه الصرف غير الصرف؟ السيتي صرفت. انا شايف ان اكتر فريق صرف السيتي. ده رايي على ما اظن صرف بالنسبه لي السيتي. لا مش السنه دي، بتكلم عامه. عامه ان جنرال، بس ده بيكسب. ماشي بالظبط، هو ده بيكسب. مع ان الرقم مثلا في اخر 10 سنين ارقام يونايتد اكبر، بس انا شايف السيتي صرفت اكتر. بمعنى ايه؟ السيتي وقت ما كانت بتصرف الارقام ما كانتش زي دلوقتي. السيتي وقت ما جابت بيب وابتدت تجيب اللعيبه الارقام كانت زي دلوقتي. لو تفتكر اغلى مدافع اغلى صفقه كان كيل ووكر.
ثم هو بيكسر كل ريكورد في كل ترانسفير بيعمله. جون ستونز، كيل ووكر، رحيم ستيرلينج، مش عارف ايه. هو جاب فعلا، هو كان بيصرف ساعتها، كانت ساعتها قعد 2 ترانسفير ماركت، اعلى ترانسفير ماركت في تاريخ الكوره، 2 أو 3 ورا بعض سيتي هي اللي عاملاهم. لما حصل بقى الانفليشن اللي حصل في الكوكب وحصل في الكوره، وابتدى بوجبا بقى جه ونيمار عدوا الارقام، السيتي كانت خلاص اوريدي بنت الفريق، فارقام صرفه قلت. بس هو صرف بذكاء. يعني ايه صرف بذكاء؟ يعني جاب واحد زي بيب جوارديولا هو واثق فيه وجاب له اللي هو عايزه، فحتى لو في صفقات فشلت وقلبت، هو الفريق عمال بيطلع. جاب مانجالا وقلبه مش مهم، جاب ايا كان مين فشل وقلبه مش مهم، بس هو في النهايه في ستراكشر طلع بيه. حتى ستيرلينج مثلا ناس كتير بتشتمه، قعد فتره طويله جزء اساسي من الفريق. صح. كيل ووكر كلنا لاجسي مع مانشستر سيتي. خد بالك اي لعيب بيب جوارديولا جابه من اللي هي الحقبه اللي فاتت ديت، لا يعني الجول كونتريبيوشنز ارقام مش طبيعيه. انت رحيم ستيرلينج دوت اصلا انا بسيب له الدين لما كان بيلعب مع تشيلسي. تمام، تشيلسي كان حاجه تقرف، بس هو في سيتي كان جامد. هو يعني اقول لك على حاجه، كان في مره عملوا انترفيو مع كيفن دي بروين، بيقولوا له مين اكتر لعيب بتحب تلعب معاه في سيتي؟ قال لهم رحيم ستيرلينج. انا اصلا سمعت الموضوع دوت اللي هو يعني اشمعنى ازاي يعني؟ قال لهم ده واحد انا عارف انا هبص الكوره فين، هي رايحه فين، هو اكتر واحد مناسب ان هو هيجري، هو هياخد الكوره دي، وهي بتبقى كيمستري ما بين اللعيبه. تمام، كل اللعيبه اللي بتلعب في البريمير ليج دي كلها بتعرف تلعب كوره. تعالى نتفق على الموضوع ده برضه، كلهم بيعرفوا يلعبوا كوره. ماشي، بس مع فرق ما اكيد طبعا، بس يعني ما تحاولش تقنعني ان واحد راح يلعب في مانشستر سيتي وكان بيلعب قبلها في ليفربول ان هو ما بيعرفش يلعب كوره. انا بكرهه. انا بكرهه كلاعب كوره، بس هو عنده هو اكيد لعيب، اكيد عنده عيوبه. بس الفكره بقى في المدرب اللي هيمسكه دوت هيزيح عيوبه ديت ويوري الحلو بتاع اللعيب. انا بشوف ان بيب لما بيجيب اللعيب ممكن ينجح ويكسر الدنيا معاه طبعا. مش لازم ينجح في اي حته تانية. صح، لان هي منظومته، هو عنده اللي هو عايزه، هو هيطلع منه حاجه معينه بطريقه معينه هتطلع بطريقه بيب، وهي دي بصراحه عبقريه بيب في القصه دي. طبعا. انا شايف ان لوري ساني قبل اصابته اللي هو وبعديها المشكله بتاعته اللي هو بطل يلعب، كان وصل لفورم مرعب. لا خيالي. انا لوري ساني كان لعيب يا جماعه، وينجر مش طبيعي. انا مش فاهم اصلا مخ مين اللي باظ، هل بيب هو المخ بايظ ولا ساني؟ ايا كان، بس ساني كان وصل لحته ولا شفتها قبل ولا بعد لساني، ما جابهاش بعدين. انا فاهم، بس هي فورم، هي فورم، خد بالك برضو بيب بسبب بيب، هي فورم اللعيب طبعا، بس بسبب بيب هو بيعرف يعمل حاجه. فاهم. كلوب عنده الفكره دي، بس كلوب مختلف شويه. كلوب كان مختلف شويه يعني. فليفربول صرفت، بس لما صرفت ازاي وصرفت امتى؟ هو لما عمل الفريق الفشيخ بتاعه قبل ما يجيب فان دايك على طول، اللي هو جاب فان دايك عشان يكسب بيه الدوري، هو ما كانش صارف ارقام بنت لذينه. صراحه جابه بكام؟ حاجه 30 35. طب يا جماعه ايه الرقم ده؟ ما خد بالك برضه ما كانوش عارفين صلاح هيبقى يعني يا عم ايا كان، بس هو راح عمل فريق. فيرمينيو جه مع كلوب، كوتينيو كان موجود من قبليه، وفيرمينيو كان قبله. ده هو جه على فريق صحيح كان في، على ما اظن هو اللي جاب ماني، جاب تقريبا هو اللي جاب ماني، هو اللي جاب صلاح. ماني وبعديها بشويه كان صلاح. يعني كان فتره اللي قبلها ساديو ماني. هو مش صرف حاجه، وبعدين هو بصراحه كان ماسك فريق. هو اسرع ترانزيشن انا شفته اللي هو اللي وصل فيه فاينل يوروبا ليج قدام دورتموند، فاكر وكسب. ايوه كان لا خسر اليوروبا ليج. دورتموند اللي كسبت وكلوب اللي خسر. كان معاه مين؟ لا يعني هي الفرقه ورا اصلا بقى كارثه. اسمه ايه؟ سكيرتل دوت، سكيرتل وبتاع بعد زمانهم خلص. فهو الترانزيشن اللي عمله سريع قوي. فجاه لقيت كوتينيو وماني وصلاح وفيرمينيو وهندرسون. هندرسون بقى لعيب كره مع كلوب. انا فاهم. ففي ترانزيشن سريع قوي مع كلوب اللي عمله. لما صرف بعد كده صرف في ايه برضه؟ ما هو خد بالك السوق لا مش ترانزيشن سريع. خد بالك كلوب اخد وقته، يعني كلوب اخد وقته. السنه اللي بعدها اخد وقته كويس. فريق قوي. هي ليفربول اصلا، ليفربول عامه طريقه لعبها يعني لو هينزلوا هارفي إليوت تمام وهم مع كلوب، فرقه صعب تلعب معاها، بيضغطوا بطريقه مش طبيعيه. تمام، اصعب فرقه ممكن اساسا بيب جوارديولا يكون فعلا واجهها في حياته. هسالك على سؤال، ارجع كده بالزمن وافتكر على موضوع بس تطور اللعيبه ده، لان بحس ان الاثنين بيطوروا فشخ، بيب وكلوب، بس كلوب مختلف في طريقته سيكا. قبل حقبه ليفربول تتوقع ان صلاح كان يعمل اللي هو عمله ده؟ كان يبقى اللعيب في الكاتيجوري ده؟ ما كانش حد، كلنا شايفين صلاح لعيب وورد كلاس، بس مش في الحته، مش الليجند اللي هو من افضل اللعيبه في تاريخ البريمير ليج. كان اللي هو كويس، يعني كويس اللي هو 15 18 جون اخر السيزون ده. انا يا جماعه انت فخر العرب برضه يعني. كنا بنبسط انما يكسر بقى الين شيرر بقى وكريستيانو ويعمل رقم تاريخي اللي هو بيعمله ده رعب. لا فاكتور منه كده يورجن كلوب. تمام طبعا. بس يعني بعيدا عن ان انا بحبه او بكرهه، صلاح لعيب من اللعيبه القليله جدا 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 جدا. مش فاهم بتحبه ما بتحبوش يا عم، يروح لحاله بقى يا عم. كرويا فخرنا كلنا كرويا.
كده عالمي. لا معدي العالمي سياسيا خطير. بقى واخلاقيا والكلام ده كله. انا شايف ان هو راجل مش صراحه مش كويس بجد يعني. لما بتيجي تبص على ارقامه، لا يعني انت مش لعيب مش طبيعي. يعني انت او بي فاهم قصدي؟ يعني انت يعني انا حاليا انا جات لي فتره عامه كنت انا شايف ان هازارد في الملعب احسن من صلاح. سيبك من موضوع التوبيك دوت. انا واحد يا عم بشجع تشيلسي، اصل الاثنين كانوا في نفس الفرقه تمام، والاثنين يعتبروا طيب. فرق سنه او سنتين. لحد دلوقتي شايف ان هازارد احسن من صلاح؟ لا ماشي. سيبك من متعه لفريق انا بشجعه، مالناش دعوه. ماشي كرويا انا معاك ان هازارد كان لعيب يعتبر احرف طبعا. هو هازارد حريف حرفنه مرعبه بالظبط، بس يا جماعه الحرفنه عمرها ما كان كل حاجه. صلاح اشتغل على نفسه بزياده طبعا، بزياده قوي بقى كلاعب كوره كده هو كلاعب كوره اتقل من هازارد. طبعا يعني هازارد امتع، مش معترض عشان هازارد ده احرف وستايل والتعديه. انا اسالك سؤال تاني. انت مان يونايتد وبتاع، رونالدو ولا ميسي؟ بامانه. طب بامانه طيب هقول لك على حاجه. انا بشوف ان الاثنين دول احسن اثنين لعيبه لعبوا كوره في التاريخ مليون في المية. مفيش مقارنه. مليون في المية. بس طول عمري من وانا صغير شايف ان دايما ميسي سابق بخطوه. بس شوف انا بقى شايفها ايه بامانه، شايفها بخطوه. انا بحب كريستيانو اكتر من ميسي بكتير أكيد. بس انا دايما شايفها سابقه بخطوه، مش بكتير قوي زي الناس ما عامله. وبصراحه ده على الكارير اللي انا شفته لميسي، لان انا ميسي بالنسبه لي من ساعه ما خرج من ساعه اخر سيزون ليه في برشلونه، انا ميسي بالنسبه لي مش مبهر. ده رايي، انا ميسي مش باهرني من ساعه اخر سيزون ليه في برشلونه. اخر سنه بعد مش برشلونه ميسي ما بهرنيش في ولا سيزون ولا بطوله ولا كاس العالم. انا ما انبهرتش من ميسي في كاس العالم. ميسي في كاس العالم انا ميسي بالنسبه لي المبهر اللي هو عمله الليجاسي التاريخي اللي هو عمله قبل كده. ميسي ما كانش طبيعي. ميسي شفنا له سيزونات انا ما اعتقدش ان في حد ممكن يجي على وجه يعني. عارف انت اللعيب، عارف انت لما واحد يبقى خارق. فاكر انت هالاند ازاي اول ما جه احنا حاسين ان هالاند ده خارق وعنده قوه خارقه واول سيزون كسر كل الارقام والسنه اللي فاتت في بدايته هاتريك مش طبيعي. انا فاهم ميسي كان بيعمل كده بطريقه يعني. مثلا سنه 2012 اللي هو اكتر سنه ميلاديه في التاريخ ميسي يكسر فيها ال 95 جون ولا 91 جون او 92 حاجه كده. خلاص كان كسر جيرد مولر. يا جماعه هالاند السنه اللي هو فشخ فيها الدنيا دي، السنه الميلاديه دي كان فاضل له حاجه و40 جون عشان يجيب ميسي. تعرف حاجه و40 جون انت فاهم؟ هو ميسي قدام بقى كميه الاسيستات اللي عملها هو ما كانش طبيعي. انا واحد هو ميسي الفكره ان ميسي قاعد يعمل كده 12 13 سنه ما بيبطلش، هو عمال. فبالنسبه لي ده الوهم. هل انا بقول ان ميسي في كاس العالم كان وحش؟ لا طبعا. هل بالنسبه لسنه ده وحش؟ لا جامد وجامد فشخ كمان. انا بتكلم على فشخان ميسي هو اكبر من بطوله كاس العالم دي بكتير. اداء ميسي المبهر اللي انا بخليه الاعظم في التاريخ ومش شايف ان في حد هيجيبه اللي هو عمله قبل كده كله. دي عارف انت ازاي الكريزه بتاعت كاريره، خلاصه كاريره حطها في البطوله دي. انا فاهم وهو بس انت كان مبهر مقارنه بسنه وانه بقى له حبه ايه مريح سيكا. بس انت بتتكلم من نظريه الارقام. انا حاسس بتتكلم من نظريه الارقام واداء بس اداء يعني. اصل انت خد بالك الكوره تمام بعيدا ان هي ارقام هي متعه 100%. يعني انا اتفرج على ماتش ممتع ويخلص 1-0 احسن لي بتفرج على واحد بيجري كده ويجيب 4 تجوان بسبب ان في فرقه بتخدم عليه. لا هو انا شايف ان هالاند ده لو لعب 10 سنين على اللي هو 15 على وعمل 10 اضعاف اللي هو بيعمله مش هيجي جنب ميسي وكريستيانو. مليون في المية مش هيجي جنبهم حتى لو كسر ارقام اي حد فيهم. دي بقى احنا شفناه بعينينا. في واحد بيعمل فيديوهات مش مذيع اردني معلق هو معروف بس اتفرج عليه فشخ بيعمل ريلز حلوه جدا. فكان بيحكي على النقطه دي وبيقول رونالدو الظاهره ان هو كارقامه بعيد قوي عن اساطير كتيره جدا في الكوره. بس احنا ليه جينا اللي شافوا عليه الاعظم في التاريخ لان احنا علينا بنتفرج على كوره متعه. ميسي بقى اللي جمع ميسي وكريستيانو اللي جمعوا ما بين كل الكلام ده. لان لو ارقام كل حاجه وبطولات كل حاجه خلاص يا عم ماكاكا احسن لعيب في التاريخ كسب كل جمع ما بين كل البطولات هو ورونالدينيو. ايه بطوله ما خدوهاش هما الاثنين؟ رونالدينيو تقريبا ما فيش بطوله ما خدهاش شارك فيها. يعني كسب كله شارك فيها. كسب كاس عالم تشامبيونز ليج دوري كاس ما فيش حاجه ما خدهاش. هل احسن لعيب في التاريخ؟ لا. هل هو كريستيانو؟ لا. هل هو خد بطولات كريستيانو ما خدهاش؟ بس كريستيانو اجمد. يعني كريستيانو برضه يا جماعه على فكره مش اجوان بس. لا كريستيانو مبهر ما بعترضش. انا اقول لك على حاجه. انا كريستيانو رونالدو بالنسبه لي في يونايتد قبل ما يروح ريال مدريد ممتع اكتر. ده يا جماعه بس انا بصحى على كريستيانو وانا كمان اول كام سنه بس اول كام سنه والجزم بقى اللي الميركوري والكلام ده كانت كريستيانو اول 3 جزم في حياتي انا بعشقه. بس هو بعد اصابه اليورو خد بالك هو عامه كاستراتيجي
جي 2016 قصاد في اليورو اه كام سنه في ريال مدريد. اللي انا بتكلم فيه بقى انا مش معترض ان هو بيغير من نفسه، بس ده ذكاء جدا منه. بس انا دلوقتي بتكلم فيه ان هو في اول كام سنه في مدريد ما هو كان بيرقص برضه وبيعمل حركات اول كام سنه اول كام موسم قبل، بس ما كانش الستاتستكس والستاتس بتاعته قبل الاصابه حاجه، وبعد الاصابه لما مورينيو قرر ان هو انت هتلعب كانك شادو سترايكر او اللي هو انت وينجر سترايكر، اللي هو مش حاسس ان ده ذكاء منه. طبعا ما هو ذكاء، هو يقدر يعمل كده. هو ده نفس الذكاء دوت اتطبق على محمد صلاح. هو انت محمد صلاح دوت عبقري يا جماعه. سيبك بقى من الفليكس بقى والسكيلز والكلام ده كله. انا واحد هتمرن على نفسي، هقف في البوزيشن الصح، هجيب 300,000 جول. انت عارف انا بشوف اكيد هبقى اجمد من اي واحد. انت عارف بشوف ان صلاح وكريستيانو وميسي عندهم حته يعني اتريبيوت كده في لعيب الكوره. يمكن ميسي عنده بالفطره اكتر من كريستيانو وصلاح. صلاح طوروها، ولا هي سرعه ولا هي قوه بدنيه ولا هي مهاره، بس بحس ان هي اتريبيوت ناس كتير قوي ما بتتكلمش عليها في لعيب الكوره، مع ان في لعيبه جامده فشخ ما ينقصهاش حاجه من ينقصها الاتريبيوت ده، زي مثلا مين؟ بول بوجبا مثلا، ولا هي السيتويشنال اويرنس بكل حاجه. في لعيبه هو بس ان هو عنده الحته دي، هو كل ماتش هيبقى مهم، زي مثلا ابو تريكه. ابو تريكه عنده الحته دي بالفطره، بغض النظر عن يعني عن اوروبا ومصر وبتاع، بس هي عنده بالفطره سيتويشن اويرنس. انا عارف انا فين في الملعب، امتى فريقي ضاغط ولا خسران، انا في انهي وقت في الماتش، انا بلعب بطوله عامله ازاي. هو واعي. الوعي ده في لعيبه تفتقده، بيوقع بيخليها ما تبقاش صلاح عنده الحته دي بطريقه جامده قوي. هو عارف انا هقف فين وهتحرك امتى. يعني مثلا سيبك من المقارنات، بس احنا مثلا في مصر في اخر 10 سنين ما فيش لعيب عنده الحته دي طبعا. يعني هو اصلا ما فيش. بتكلم جوه الدوري يعني، مش بتكلم مصري. الكره المصريه خلاص دي حاجه ممكن تتطور، ممكن يعني صلاح مطورها جدا. فاكر صلاح لما كان في بازل كان بيقعد يقول لك ازاي هو قدام الجون بيضيع اوف سايد، بيتضرب في الاوف سايد. مش اويرنس. صلاح في تشيلسي والله العظيم اللي يتفرج على الهايلايتس بتاعته وبعد كده يتفرج على ليفربول، يعني هو لعيب جامد بس مش زي دول الاثنين مختلفين خالص. ايوه طبعا. خد بالك صلاح عنده حاجه حلوه جدا 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 فيه، ان هو يعرف يخلق فرصه من لا شيء. حقيقي. فاهم قصدي ايه؟ يعني هو حتى في تشيلسي تمام، على قد ما هو كان بيلعب احتياطي تمام، على قد ما هو انت كل ما بتنزل انت هتشوط شوطه على الاقل على الجون. سيبك بقى ان الكره وحشه بتطلع. هو لعيب شخصيته كمان ايجابيه قوي، ايجابي قوي على الجون. هو بيروح على الجون. هو يعني بس هو كان في الموضوع ده قبل كده حتى يعني. بس انا شايف الفرق ده بغض النظر ان هو طور طبعا من فيزيكاليتي، طور من قوته البدنيه وقوى من الفينش بتاعه وقراراته، حته السيتويشن اويرنس. طبعا انا ميسي طبعا في الحته دي لا يعلى يعني، ما فيش زيه. عارف انت الفيديوهات اللي هو بيبص وبيعمل وبتاع. هو فعلا يا جماعه عارف انا فين وبعمل ايه وبسوي ايه وهيحصل. هو واعي. مش بقول لك الناس كلها تبقى ميسي، لان ميسي خارق في الحته دي، وبالنسبه لي على فكره دي اقوى حاجه في ميسي. هي دي اقوى حاجه في الكوره اصلا. اقوى. هو واعي. لعيبه كتيره زي ما انا همسك مثال بول بوجبا، لان بالنسبه لي بول بوجبا ده اللعيب اللي لا ينقصه شيء كامكانيات، لا ينقصه شيء. كان خساره ليكوا ده. هو بصراحه بوجبا ده كان لعيب ممكن يبقى احسن من اي حد، بس هو انا بشوف بفتقد الحته دي. قرارات بتبقى غلط في وقت ما بتضيعها طبعا. غير بقى طبعا المجهود، وان انا ابقى عايزه ابقى اقوى، وان انا اتحسن، والموتيفيشن. حته كريستيانو اللي خلقها دي، اللي خلى اي حد عايز يخش ياكل النجيله دي، طبعا مش عند بوجبا انا فاهم، بس لا هي مش عند لعيبه كتيره، مش عند اغلب الناس. يعني انت معظم اللعيبه اللي بتبان اخر سيزونين وسلام عليكم يعني. وده كان الطبيعي زمان على ده الطبيعي يعني، ده المفروض الطبيعي. ده كان الطبيعي. دلوقتي بقى عندك بقى مين بقى اللي حولها؟ مين بقى اللي غيرها؟ عشان دي نقطه مهمه قوي. هو ما فيش غير ميسي ورونالدو. كريستيانو وميسي هم فعلا غيروا منطق اللعيبه الكوره في الحياه، منطق الاثليت. انا اثليت انا بعمل، عشان كده بالنسبه لي هم دول مهما كان هم حولوا الكوره، هم غيروا فهم الكوره بالنسبه لنا. زمان واحنا صغيرين عمري ما كنت اعرف يعني العب 10 ماتشات اجيب 10 تجوان، مفيش حاجه اسمها كده. ميسي وكريستيانو هم اللي عملوا كده. بس انا برضو انا عشان اخش اكمبيت لازم اعمل زيهم. فانا لو انا دخلت ما عملتش كده انا مش هبقى زيهم، فلازم اعمل كده لان انا فاشل. انا بصراحه بشيل الكونسبت ان انت فاشل دوت من يعني انت بالنسبه لي لو انت لعيب بتجيب لي 15 جون، بس انا وانا قاعد بتفرج على الماتش انا مستمتع باللي انت بتعمله في الفرقه اللي قدامي، انا هحبك اكتر من ان انت كمشجع واقف في الستة جايب لي 30 جون. ده كمشجع. طب كمدير فني او كمدير فني طبعا. بصراحه لو فرقتك وعندك مهاجم مش ممتع بس بيفشخ لك السيتي كل ماتش، يلا يا باشا هتحبه ولا لا؟ اكيد هحبه اكتر من ابو 15 جون. بس انا يعني بس انا لو بتفرج عايز اتفرج زيك بالظبط. انا عايز اتفرج على هازارد بالظبط. يعني انا لو هروح اتفرج على رايح الاستاد هتفرج على صلاح ولا على هازارد؟ بصراحه هتفرج على هازارد جون ويست هام يا عم. انا عايز احضره في الماتش يا باشا. يعني انا مثلا اكتر ماتش انبسطت فيه في حياتي كنت لسه بقول لك انتر برشلونه 3-3 طبعا. ترام بقى ومش عارف ايه والدبل ده بيلعب بستايل وده بيلعب بستايل والتخبيط الحماسه دي انا كمشجع ده اللي انا عايزه لو انا مش بشجع حد من الفرق. انما لو الاهلي مثلا انا عايز اكسب الجون اللي في الستة العب بقى انا عايز اكسب. فاهم انت بقى ماليش دعوه، فانت خرجني بره
الفريق اللي انا بشجعه ان انا عايز المتعه طبعا. كنت لسه بتكلم مع شباب صحابي في حوار ابسط مثال للموضوع دوت، وهو حاليا يعني يعني قدام عينينا برشلونه. رافينيا السنه اللي فاتت جايب ارقام مش طبيعيه. انا واحد بتفرج على برشلونه مثلا كل فين بتفرج عليهم كتير يعني، بس مش كتير قوي، بس بتفرج عليهم تمام. يا جدعان اي حد متخيل ان رافينيا احسن من يمين يامال، بعيدا ان يمين يامال مش جايب الارقام بتاعت رافينيا، انا معاك. هو بجد انت معاك ما ينفعش تتكلم في كوره اصلا. انا شفت جون يمين يامال لايف انتر وبرشلونه، يا جماعه ايه ده؟ لا بجد هو مش طبيعي يعني، هو الواد بجد مبهر. ايه ده؟ انت قاعد مبسوط، انت فاهم قصدي؟ انت قاعد مبسوط، انت بتتفرج على واحد سبعات في ثمانيات فهاخدك كده وهاخدك كده لا يعني هي دي الكوره. ايوه انا معاك 100%. بس فانا ده اللي يعني عشان بس نرجع لموضوع الجوله اللي فاتت ديت، عشان رحنا في حته ثانيه خالص. صلاح في حته تمام ماشي، وكل اللعيبه اللي في البريمير ليج السنه اللي فاتت، بس سيبك بقى من تيتي بقى وكريستيانو والشباب اللي بتطير القديمه بنتكلم على دلوقتي. انا بكلمك على دلوقتي، هو اصلا يعني ما فيش حد معاه في الليفل ده. صح ده حقيقي، ولا هالاند ولا اي حد ولا ايزاك، ما فيش حد جنب صلاح. كلاما على صفقات ليفربول السنه دي هم صارفين جامد. انا عارف، انا حاسس ان هم صارفين جامد مره واحده يعني. انا ما اظنش ان الترانسفير ويندو اللي جاي هيعملوا كده، سيبك من الشتاء اللي بتكلم اللي هو بتاع الصيف. انا ما اظنش ان هو هيصرف بالصرف دوت طبعا، غير لو هو مثلا ايه، صلاح مش انا محتاج تعويض لفان دايك، وهو اوريدي اصلا بيشوف حد يعوض فان دايك دلوقتي، فاهم قصدي ايه؟ خد بالك ممكن يطلعوا بحد من النص كده عادي جدا، والفلوس اللي تلاقيه ضرب عادي يعني. الفرق ما بين سلوت وكلوب ان كلوب قاعد على الترانزيشن بتاعت ال8 سنين بتوعه كل سنه بيعزز بوزيشن كويس قوي. شبك من ارنولد اكاديميه، اليسون كان ب 70-80 مليون تمام، فان دايك ب 70 مليون حصل. سيبك من روبرتسون يا عم، بصراحه هو اللي جايب روبرتسون، هو اللي مطلعه نجم اسكتلندا. مين تاني جابه؟ جاب فينالدوم، وفي صفقات فشلت خد بالك يعني. كيتا ب 80 مليون، كيتا فشل. كيتا بتاع لايبزيج جاب 80 جامد قوي، كان جامد يعني وهو جاي بالزبط. على فكره حتى في ماتشات كان بيعملها الواد كان كورته حلو، بس هو ما مشي عادي. في حاجات كده ما بتفهمهاش يعني، في لعيبه لا تصدر للبريمير ليج. انا ما اظنش ان ده معاك. انا معاك في حته ان شخصيه الفريق وقوه الشخصيه دي حاجه بتفرق بالزبط. يعني صلاح من اقوى حاجات فيه شخصيته، كريستيانو شخصيته. لا وصلاح يعني انت تروح تلعب في فريق وبتلعب في دوري بالقوه دي وعايز تكسب وتعمل كل ماتش، دي شخصيه وشغل على نفسك يعني. انت طبعا صلاح شخصيه وثقه بالنفس وبتاع. صلاح قوه مفرطه حاليا. يعني هو الديفندر ممكن يخش فيه، الديفندر هيقع. صلاح دوت لما كان في تشيلسي انا مش فاكر مين دخل فيه، كان رايت باك ولا كان سنتر، وقع على بقه اكل النجيله بمعنى الكلمه يعني. فهو ده واحد يشتغل على نفسه. لكن انت جايب لي واحد اسمه كيتا ومش كيتا وبتاع. كيتا يا باشا في البريمير ليج هيخش فيك كازيميرو ولا مش عارف مين هيسيبك. بس انا عايز اقول حاجه على قصه البريمير ليج دي كان فيزيكاليتي ضعف كتير قوي عن زمان، فاكر زمان؟ اكيد طبعا، بس خد بالك بقى الفار بقى والانذارات كتيره. حتى في ستات شفتها انا كنت دايما حاسس حد شفت الاستاد دي كميه كروت صفرا كترت، فالناس بقت تلعب. فاكر زمان طبعا يعني حتى لحد انا ما وعيت، مش هقول لك ما قبلي، بتفرج بقى على ما قبل زمني ده عركه يعني اواخر السنه بدايه الالفينات، ضرب مبرح. ايوه اللي هو بقى عارف انت كانتونا لما دخل بسد الواد بتاع ده عادي في الكوره. روي كين فشخ هالاند ده طيره وفاول. يعني خد فيه عفش بقى اتطرد ولا خد كارت ايا كان، بس انا قصدي ايه عادي يعني. دلوقتي هيدخلوه السجن يعني، لحد دلوقتي هيتقبض عليه فاهم. ايوه هيتقبض عليه. ماشي ويست هام وتشيلسي. انا زي ما بقول لك انا شايف ان ويست هام بعيده. انا وحسام ويست هام وحشه قوي. الاسبوع اللي فات قلنا ان متوقعين انها ممكن تخش في الهبوط. وحشه جدا، ما عنديش حاجه اتكلم عليها فنيا. بس في كارت الصراحه عايز اتكلم عليه في الفانتازيا. الحاج ديوف يا جدعان، الليفت وينج باك بتاع ويست هام، الواد ده خلوا بالكم منه عشان هيجيب بوينتس كتير. لان هو يعني مش فكره رفع على قد ما هو اصلا 6 في 6 وبيخش يجري بالكره في قلب ال 18. فانا حاسس ان هو يعمل كونتريبيوشنز كتيره. ماشي تشيلسي عشان نخلص كلام على تشيلسي انا شايف ان هي فريق المكسب ده معاك في موضوع الاجوان. المكسب ده اديها ثقه كبيره جدا، الديربي بقى وبتاع ومش عارف 5 بعد كاس العالم. حاسس ان بتفرق قوي في بدايه السيزون طبعا. ثقتي بفريقي جواو بيدرو هبتدي، مع ان انا يعني ايه الناس كلها جت عليه فانتزي بتاعه، هو جامد طبعا وكل حاجه، بس حاسس ان هو ايه زي ما انت قلت، جون تخبيط، جون كورنر اللي خبطه بدماغه راح مش عارف ايه. هو جامد بس فلعيب كويس. انا اقول لك على حاجه، جواو بيدرو كفريق مش هيلعب تحت المهاجم. جواو بيدرو مش هيجيب لك بوينتس، افتكر الكلام ده كويس. ماشي مش هيجيب لك بوينتس، هيجيب لك بوينتس اكيد، بوينتس جامده قوي. بس هو اللعيب اللي هو ما ينفعش يبقى ممسوك. ان هو الماتش اللي فات لما كان بيلعب مهاجم وبالمر تحتيه، السنتر باكات مش عاتقينه. الماتش اللي قبل اللي فات ده اللي بكلمك عليه، الماتش اللي فات دوت مع ويست هام، جايبين له دبابه يا باشا قدامه. ليام ديلاب ده
انتظروا ليام ديلاب. يا سلام. انتظروا ليام ديلاب. كنت لسه اقول ان لعيب زي ديلاب وبتاع مش هتنافسوا على الدوري بيه. لا ليام انا مش هنافس بيه خط الدفاع بتاعي دوت يعني كمان على ديلاب ده هو المهاجم اللي يشيل تشيلسي عشان يكسب بيه بطولات. جاو بيدرو وليام ديلاب منافسه حلوه قوي الصراحه، لان ده ستايل وده ستايل. فاهم قصدي ايه؟ يعني ليام ديلاب انت عارف انا جبت مين في الفانتزي وشايف ان هو لعيب بغض النظر عن الفانتزي، بس انا جبته في الفانتزي مكان بالمر. بقول لك مين بشايف ان هو لعيب من تشيلسي وان هو مؤثر. انزو فرنانديز. لا جبت نيتو. شايف ان هو لعيب عجبني، هو حلو عشان معاه كور ثابته، هو اساسي كورنرات، يعني قصدي كورنرات، هو اساسي وهو فعال كلاعب كوره فعال. بس ما هوش مبهر، بس هو طول الوقت في منطقه الجزاء، طول الوقت بيزيد، طول الوقت بيحاول يرفع. حفروك. يعني بيحاول جدا. هو لعيب حفروك. فحاسس ان ده ستايل لعيب انا احبه نشوفه في فريق، ان انا بحاول نيتو اخد مركز اساسي في تشيلسي من ساعه كاس العالم للانديه. قبلها كان ماتش ماتش لا، ماتشين ماتش لا، بس هو بصراحه عمل بطوله هايله في كاس العالم للانديه. حقيقي اساسا الفاينل دوت هو شايل كتير 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 كتير، ان هو كان بيلعب على الناحيه بتاعت اشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي. تمام. فانت اي ترانزيشن كان بيحصل من اشرف حكيمي، انت لو شفت الهايلايتس نيتو بيرجع لل18 بتاع تشيلسي عشان يدافع. دي حاجات مهمه جدا جدا طبعا. جدا دلوقتي في اساليب ان انت عايز تكسب. 100% شايف ان دي حركه نيتو دي هو ياخد فريق مكان اساسي. عارف تشيلسي كام دوري من الاخر كده؟ كام على الدوري؟ كمشجع تشيلساوي منحاز هتنحاز تشيلسي توب 4 توب 6 100%. لا هطلع اول ولا هطلع تاني على ما اظن. ماشي التاني كده كان محفوظه لليونايتد. انا لسه هنتكلم على اليونايتد يا باشا. بقول لك يا عم اطلع بره الاستوديو بتاعك. المهم بس اكمل لك توب 4 او توب 6 تشيلسي، يعني ثالث رابع خامس سادس. اصل لسه تطلع توب 6 بصراحه يعني. ليه يا عم ليه؟ هي صعبه بس برضه يعني. انا ما رحتش جبت، انا مش هبقى انك طلع توب 6. انا ما رحتش جبت بس تشيلسي برضه كاس العالم بتاع تشيلسي برضه. يا عم انا فرقه طول عمري في النوك اوت ستيج، لو هلعب بفرقه من تحت طوب الارض هنافس. دوري انا محتاج حاجه كده زي ابراهيموفيتش 2004 او كارلو انشيلوتي بالصفقات بتاعته. فاهم قصدي ايه؟ او مدرب بقى اللي هو المحنك بزياده، كونتي مش عارف مورينيو. ماريسكا خد بالك لسه خامه ضعيفه، مش ضعيفه على قد ما هو انا لسه محتاج شويه اكسبيرينس. يعني انا هخسر وهخسر تاني. مفهوم. زي اموريم حسوا فيها من اموريم شافوا جامد قوي بس هخسر. يعني اموريم جامد خد بالك. اموريم وانزو ماريسكا بجد يعني عاملين شغل واضح. مدربين انت لما تشوف شغل تكتيكلي واضح في الفريق استراتيجي وشايف فريق بيتطور بغض النظر عن النتيجه دي، العين بتشوف، بس هو محتاج وقت. بالظبط. اموريم العين شايفه ان هو شغال ومحتاج قلم صفر، بس عين شايفه في شغل. عشان كده انا كلنا جمهور مانشستر والله العظيم انا شايف يونايتد دي محتاجه تعزيز شويه في خط الدفاع ونص وسيدي جول كيبر يا جماعه. CDM واحد جول كيبر يا جماعه. جول كيبر. انا برضه محتاج جول كيبر الصراحه. مش ممكن مش ممكن. مفيش فرقه بتكسب الدوري من غير لما يكون عندها جول كيبر. لازم حارس تقيل. وبعدين رايحين بقى دلوقتي مين؟ عشان خلاص السيتي خلصت روما، ما احنا داخلين فيه قبل السيتي، بس طبعا لازم يخشوا هم في كل حاجه يبوظوها. داخلين في مين دلوقتي؟ الواد ليمنز ده اللي كان بيقولوا عليه في اول السيزون ده، اللي في اول اللي هو بتاع بلجيكي، ولا عندي فكره ده اصلا بيلعب في الدوري البلجيكي. سواد عنده 23 24 سنه اسمه ليمنز، ما اعرفش بتنطق ازاي بالفرنش، ما اعرفش يعني بس هو اسمه ليمنز وحارس بلجيكي. ده مين اللي عايزه يونايتد؟ خلاص بيخلصوا فيه. كانوا بيتكلموا عليه في اول السيزون، قالوا يا هو يا مانيالو مارتينيز. خد بالك وبعدين دوناروما برجله مش حلو. انا عارف، بس انا عايز حارس يصد لي الاجوان اللي تخش فيا دي. فاهم يا جماعه حارس مرمى. انا دلوقتي مش في مرحله ان انا عايز واحد يلعب لي برجله. لا انا بتكلم انا عايز واحد يصد لي. بتكلم على سيتي. يعني انا ما اظنش ان هو حاسس ان هو عنده عايز يقوي برضه نفس الحكايه، دخل في حته مش وقت العب برجلي، انا عايز واحد يصد. دوناروما ثقه بنفسه وخبره واكسبيرينس. هو جامد. ما 26 سنه بقى له 10 سنين بيلعب اساسي. جامد قوي قوي. يعني 10 سنين بيلعب اساسي. لا هو 26 سنه. هو شوت ستوبر مش طبيعي يعني. فهيشيل لك كوره عرضيه بتاع مش عارف ايه. هو جامد فاهم. فهنشوف. طيب يعني الماتش اللي بقى عايز تتكلم عليه قول لي ماتش مين؟ سيتي وتوتنهام. بص انا انبهرت والله العظيم انبهرت وانا بتفرج. توماس فرانك ده جامد قوي بجد يعني. جامد قوي. قلت عليك اول السيزون يا جماعه، ارجعوا شوفوا كده بدايه كلامي لما كنت بحكي. هو كاريزما كده. انا بصراحه اقول لك على حاجه، انا اتفرجت على كميه فيديوهات قبل ما السيزون يبتدي عشان موضوع الفانتزي دوت، اخدت على عيني طبعا الجيم ويك اللي فات واللي قبله برضه، بس انا لسه هفضل اتفرج برضه. وانا كمان. لا توتنهام هتبقى فرقه. سؤال، مسابقه النفس الطويل توتنهام هتكمل؟ هم عندهم مشكله واحده، انا دي بالنسبه لي الدوري ده لازم افضل عارف اكمل. هم في فرقتين العبوا تشامبيونز ليج برضه السنه دي. ما انا عارف، هو في فرقتين
يعتبروا من الفرق اللي هم انا لو ما لعبتش بال11 لعيب الاساسي اللي هو اللي هتسال اي قبلها بيشجع الفرقه ديت هتقول له مين ال11 الاساسي هيليست ال11 لعيب مش هيعملوا حاجه. توتنهام وارسنال انا عندي مشكله مع الفرقتين دول. مش فاهم. توتنهام عندها مشكله كبيره جدا السنه اللي فاتت، بيجيبوا جوان كتيره فشخ بس يخش فيهم جوان مش طبيعيه. ليه؟ مش حاسس ان دفاعهم اقوى شويه؟ هو الدفاع هو ده، هي دي المشكله كاداء مش اداء على قد ما هي اصابات. انت عارف لا كام السنه دي مش حاسس ان طريقه دفاعهم مختلفه شويه كده وعززوا السي دي امز اللي عندهم باولينيا ده يا جدعان جامد قوي. شفت ماتش يعني عمل ايه؟ هو حيطه، انت هتخش في حيطه، انت هتعدي قوي يعني انت عديت حيطه. ده اللي انت عايزه في بالظبط. بس انت عندك مشكله تاني في الاصابات. انت فان ديفين بس جامد قوي فان ديفين ده. بقول لك ايه صفقه وفي البلاي ستيشن مش طبيعي برضه. ما بقى انا ما شفتوش. لازم تلعب التيمت تيم، انت مش طبيعي. بيطير مش طبيعي. المهم يعني نرجع لنفس التوبيك بتاع الاصابات دوت. فان ديفين وروميرو تفتكر لعبوا كام ماتش مع بعض 90 دقيقه من السيزون اللي فات؟ ادي رقم جس كام ماتش؟ 2 3 من 8 10 8 ماتشات او 10 ماتشات. بس يمكن عشان يجي في اخر 10 دقائق يخرج واحد منهم. بيتصابوا كتير ولا عشان يجي في اخر 10 دقائق يخرج واحد؟ لا لعبوا مع بعض اللي هو احنا الاثنين ما عندناش اصابه. فاهم قصدي؟ والله ما بيلعبوش مع بعض خالص. روميرو كان عنده اصابه طويله قوي السنه اللي فاتت. روميرو بيرجع يتصاب وفان ديفين عنده الخلفيه، والخلفيه خد بالك من الاصابات اللي هي مزمنه. انت اتفتحت ما جالك مزه مره هيجي لك 2 و3 و4 لو انت مش واخد بالك من نفسك. فاهم قصدي ايه؟ فاصاباتهم كتيره، توتنهام اصاباتهم بجد كتيره. اللي عاجبني في الموضوع ريتشاردسون ده مثلا، يعني ريتشاردسون دوت انت لعيب جامد. قول لي بقى انت كنت بتقول لي على حاجه من منصور على رايك في ريتشاردسون ده. انا شايف ان اي لعيب عامه عنده ريبيوتيشن ان هو جامد حاليا وبرازيلي هيأدي السيزون اللي جاي ده عشان كاس العالم. عايز يروح منتخب وكارلو انشيلوتي وبتاع وماتيوس كونيا وبتاع. انا بعشق الواد ده الصراحه. يعني لما نرجع لموضوع اليونايتد انا هو ريتشاردسون. لا كونيا طبعا. كونيا خد بالك لعيب يعني جريء بزياده. يعني هو اديني الكوره وانا هجري وهرقص وهشوط من بره وعنده ثقه في نفسه. بس انا شايف ان هو برضو عشان لسه جاي يونايتد وبتاع سيزون حلو فالناس مديله حته اكبر من حجمه وانا ما بحبش الكلام ده. عارف انت واخد رقم 10 وبتاع يعني. لا الجمهور في قوه لا ياخد رقم 10 عادي في قوه كونيا. الجمهور عامه يونايتد عامه يعني بيحب يعمل كده. هو خد بالك انا بحس ان مؤخرا السوشيال ميديا يعني انا طول عمري بقول جمهور الاهلي مش الجمهور ده. مؤخرا جمهور الاهلي بيعمل كده. طبعا شفت مثلا محمد بن رمضان بعد تاني ماتش في الدوري قال لك يروح يلعب في البريمير ليج مستريح. يا جماعه محمد بن رمضان لعيب جامد قوي وكل حاجه وحريف جدا بس واحده بس نهدى. سيبك بس من الجمهور. احنا لسه ده ماتش لا يا باشا ده الراجل. لا يا باشا ما نتكلم على الكوره المصريه كمان شويه. بس انا بس بقول لك كفكره الجمهور اللي بتحب تنجم وبتاع لا اهدى شويه. فكونيا لعيب جامد بس تك سيكه يعني. كونيا الماتش اللي فات رقص وبتاع وراح بس الشوط الشوط يعني فلا يعني اللعيب لسه ممكن وقت. فما تحطوش في حته تحسسه بقى ان هو صلاح هو لسه ما بقاش صلاح. فاهم. فتك عليه شويه. هي وقت. بس هو لعيب جامد طبعا. وخد بالك جمهور يونايتد يعني انا اعرف كذا شاب من الشباب اللي عايشه في مانشستر بيعشقوا مانشستر يونايتد يعني. لا يعني لويال فانز بطريقه مش طبيعيه يعني. احنا وراك يا مريم لغايه لما بص كسبنا حتى كوميونيتي شيلد بس احنا معاك. وهو بصراحه يعني انا شايف ان هو كويس. هو مدرب كويس في عناصر كده حاجه عاهره يعني في الفرقه. بس هو هيعمل ايه؟ هو بيغير. ما هو ماشي بس هو يعني لسه بادي. خد بالك اللي جنبك بتصرف. طب انا اقول لك هنتكلم على يونايتد بس نخلص سيتي وتشيلسي ونخش في يونايتد. سيتي قلنا توتنهام فريق جامد. قلنا توتنهام فريق منظم. انا متفق معاك. لعبه باين فيه ستراكشر. انا بحب لما يجي مدرب يبين لي ستراكشر للفريق. توتنهام عندها ستراكشر. الوينج باكات بتاعته نص ملعبه واحد زي بابي صار ادوار اللعيبه واضحه جدا. توماس فرانك ريتشارلسون وكودوس ادوارهم واضحه في الملعب طبعا. التحركات بتاعتهم كودوس ازاي يفتح على الخط ويرجع ثاني في النص يضغط يعني جامد قوي 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 قوي. وخد بالك دور توماس فرانك واضح قوي. ما بيتصابش كتير. خد بالك توماس فرانك بيلعب بطريقتين عشان بس نتكلم عن الموضوع ده. توماس فرانك حتى لما كان في برنتفورد تفتكر مين اللي كان قبل ويسا؟ توني. ايفان توني. تارجت مان كما قال الكتاب. هو عنده حتى يعني لو تتفرج على الفيديوهات بتاعت توماس فرانك بيشرح على سكاي سبورتس يقول لك انا بلعب باستراتيجي مع ال 14 فرقه اللي بعيدا عن التوب 6 ولما اجي العب مع التوب 6 بلعب بطريقه مختلفه خالص. لان انا التوب 6 انا عارف ان انا بنسبه كبيره الكره رايحه راجعه ولو انا جبت جون بالحب هيتضغط عليا لغايه لما يجيبوا جون. لما يجي يتضغط عليا المهاجم اللي هو التارجت مان يعني الجون الثالث بتاع توتنهام في الماتش الاول بتاع بيرنلي اتفرج على ريتشاردسون وهو بيستلم الكره من نص الملعب. هو ده توماس فرانك.
هو ده توماس فرانك. اكتر فرقه هتعرض الكوره في ال 18 هي فرقه توتنهام السنه دي. ليه؟ كودوس اكتر واحد اساسا بيعرف يدريبل، من اعلى الستاتس اللي تقريبا السيزون اللي فات في الدريبلينج، يعني كسكسسفul كاري اون ودريبلينج. هيوصل عند ال 18، هيفتح على شماله هيعرضها. عنده اوبشنين، عندك سولانكي وريتشاردسون، والاثنين الصراحه كتارجت مان بوم. وفي نفس الوقت لو انا هيضغط عليا عنده الناحيه الثانيه بعد ما مشى سون واحد هو بيطير بمعنى الكلمه، براندن جونسون بتاع ويلز. بص وانت جامد، اي ماتش جامد قدام توتنهام الواد ده هيجيب جول على اللي انت عايزه. مش هيجيب يعني ايه ماتش جامد قدام اي فريق صعب، اي فريق صعب هيضغط على توتنهام. براندن جونسون دوت هيضربهم، هيفشخ الدنيا في خط الدفاع، لان هو بجد سريع بطريقه مش طبيعيه. تمام، واخد البوزيشن بتاعه اللي هو خلاص انا كنت بلعب على اليمين وصل مشي. انا بحس ان الكوره في رجله حلو، يعني قراراته كويسه. هو قراراته كويسه، الكوره معاه كويس، بس هو الكوره حلوه، هياخد الكوره وهيروح. هو في السبيس في المساحات جامد مش طبيعي. والناحيه الثانيه قدس في اللي مش في المساحات جامد. فاهم قصدي ايه؟ فهم عندهم ميكس كويس. خد بالك بقى هو دلوقتي لغايه دلوقتي بيلعب تحت المهاجم، بيلعب بصار. للاسف ماديسون جاله صليبي. تمام، عشان كده كانوا عايزين يجيبوا ايزي وعايزين يجيبوا ايزي. لو كان راح توتنهام، ايزي لو كان راح توتنهام كانت حلوه قوي بصراحه. انا شايف سابوني لو راح مش هيلعبوا على ما اظن هيلعبوا رايت وينج وهيلعب قدس بلاي ميكر. حاسس ان دي اوقع، لان قدس بيعرف يشوط من بعيد، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك الدريبلر رقم 10. كان نفسي زي قدس ده في يونايتد في الثلاثه اللي يعني انا قدس ده نفسي في تشيلسي، يعني يمشي قوي في طريقه لعب. هو الثلاث مهاجمين هو بيلعب بيهم دول طريقه لعب ان هم مش وينجات قوي، تحسهم 10 على شادو سترايكرز الاثنين اللي هم تحت سيسكو دول. حاسس ان قدس لو واحد منهم، بص مش عايز يعني مش عايز اقول مكان حد، لان انا شايف ان اكتر واحد ينفع فيها هو مهمبو. وانا كل حلقه بقول مهمبو، كل حلقه بقول كتير بقول مهمبو. زي اقوى صفقه يونايتد عملتها السنه دي، او اجمد من كونيا بالنسبه لي. اكتر لعيب بيفت ان طريقه يونايتد. بري سيزون بهرني، اول ماتش بهرني، تاني ماتش ما انا على اظن هو اكتر واحد قريب، نافع قوي، قريب من كونسبت بتاع صلاح، اللي هو انا الوينجر الهداف مش الوينجر الصانع. يعني انا كونيا هو مش بيلعب وينجر قوي برضه، هو ده اللي انا عاجبني فيه. هو يعرف ما يلعبش، هو يعرف يلعب تحت المهاجم، يعرف يلعب مهاجم تاني. هو رقم 10 من الاثنين رقم 10. الحته دي عجباني، ان انت تلعب ب10. انا حاسس بقى ان مويبو هيبقى الرقم 10 الهجومي اكتر من كونيا. يعني انا كونيا حاسس ان هو هيسقط ياخد الكوره يجري. سيسكو نفس الكلام. مويمبو اللي عجبني فيه ان هو بيرجع، هو فيزيكلي اولا قوي قوي، قوي جدا. الاثنين فيزيكلي اقوياء، مويمبو وكونيا. الاثنين على فكره حلوين بس مش نفس الستايل، فانا عاجبني اللقطه دي. بيرجع ياخد الكوره ويعدي ويباصي ويعمل دبل ابس مع ديالو. خد بالك ان ديالو بدا، دي كانت حاجه مهمه قوي، شكلها احلى بكتير قوي من دالوت يا جماعه. حسبي الله ونعم الوكيل الصراحه. انا كنت حاطه في الويك الاول، كان هيجيب حاطه في جيم الويك الاول وفي الاخر مات. الفكره ان هو بيلعب بيه في البري سيزون. طب يعني انا اعتقد ان هو عشان ارسنال كان عايز حاجه تدافع، مع ان ديالو دالوت دفاعيا مش قوي يا جماعه. دالوت يا جماعه خلاص كفايه. هو انا اصلا شايف ان يعني دالوت ده بالنسبه لي سكواد بلاير حلو، خليه كده يقعد اتزنقت في باك ليفت ينزل، اتزنقت في باك رايت ينزل. مين؟ دالوت. ماشي. ديالو جامد قوي يا جماعه. عماد جامد، الواد فيزيكلي قوي سريع، بيرقص بيدافع بيعمل وقت مع مويمبو. عايز منه ايه تاني؟ بس انا حاسس ان انتوا لو كنتوا جبتوا واحد من الرقم 10 واديتوا ديالو فرصه وعززتوا البوزيشنز الثانيه. اصل انت جايب كونيا ب 60 وجايب انت عايز ديالو يلعب فين؟ رقم 10. لا هو انا شايف حرام عليك. انا شايف رايت وينج دي حلوه قوي عليه. اصل هو مش دفاعيا برضه ضعيف. لا هو مش ضعيف، هو كان فيه، انا بحس ان هو فيزيكلي مش ضعيف. تفتكر؟ انا شايف ان هو هتشوف ديالو ده يا جماعه لعيب جامد، وده مركزه حلو قوي. هو كده يعني مركزه ده حلو قوي، لعيب جامد. ومع كونيا على الناحيه دي، مع مويمبو على الناحيه دي حلوه جدا. خد بالك بقى فكره ان ده ستايل وده ستايل على مويمبو وكونيا. الماتش الاولاني بالنسبه لي مويمبو كان مرعب احسن من كونيا بكتير. طبعا ضيع كميه فرص. الماتش الثاني يا جماعه كونيا كان اتقل من مويمبو مختفى سيكا، وكونيا يبان اكتر. وفي اول كام ماتش كونيا يضرب ورا الدفاع ويروح يحط الكوره وبتاع، فعجبتني قوي. حاسس ان انا سيسكو لازم يركب، مع ان ماونت عامل اداء كويس. الناس بتتكلم عليه ان ماونت وهل هتعرف تقعده بعد اللي عمله. مش شايف ان هو حاجه مبهره بصراحه. كذا حد لا شفت كذا حد بيقول كده. انا شايف ان هو حاجه مبهره، شايف ان هو كان لعيب كويس وكل حاجه واستفدت بيه. ممكن ابقى استفاد بيه في وسط الماتش، ما انا مش هلعب بالتدريب طول حياتي يعني. هيبقى في تغييرات، هيبقى في حد هيقع مني، حد مش عارف ايه، ماتش محتاج تزود حد. حاسس ان انا عايز ابتدي بقى المهاجم اللي انا جبته ده اشوفه قدام. عايز اشوفه قدام. ميسن ماونت ده عارف الجندي، هو جندي، بس هو لعيب كوره برضه. هو كده لعيب كوره. باشا جايب لنا اسيست الشامبيونز ليج، الفاينل بتاع الشامبيونز ليج. هو يعني كنا بنلعب بهافرتس وتيمو فيرنر وميسن ماونت، فيعني هو اكيد بيعرف يلعب كوره. انا بس حاسس ان هو مش لايق على الخطه بتاعت اموريم. انا موافق شويه، فاهم قصدي؟ كان بالنسبه لي لعيب بديل كويس. يعني هو البوزيشن الوحيد اللي كان ممكن يلعب فيه في خطه اموريم، اجمد واحد في الفرقه اساسا بيلعب فيها هو برونو. طب انا شايف ان رايي بقى، رايي اللي هو بنتشتم عليه ده، الحمد لله ما حدش بيتفرج علينا عشان نتشتم. برونو لازم يقعد دكه خالص كده. ايه ملوش مكان في يونايتد.
تقولش كده بس عشان ضيع البنالتي اللي فاتت انت لا، محروق من جوه. لا معلش بقى، انت كده ظالم. مش عشان البنالتي. لا ظالم، حرام عليك. برونو فرنانديز ده اكتر واحد اقسم بالله المفروض تعملوا له تمثال من اللي بيحصل فيه. هو بيلعب مع 10 خشبات بمعنى الكلمه السنه اللي فاتت 10 خشبات. هو كان خشبة. انتوا كده طلعتوا 17 ولا 16. لا ما كانش خشب السنه اللي فاتت كان خشبه يا راجل، حرام عليك. الناس معاه وحشه قوي برضه، وهو كمان كان وحش قوي السنه اللي فاتت. برونو ده اداني سيزونين في حياته. الدرجه بتشوف برونو وحش؟ لا مش بشوفه وحش. اصل انا اعرف واحد برضه، انا بشوف واحد، يعني انا اعرف واحد صاحبي برضه بيقول لي يعني بيشجع يونايتد، بيقول لي برونو ده يعني مش زي ما الناس متخيله، فقاعه بجد والله. لعيب جامد طبعا. انا بشوفه جامد فشخ. تعال نخلص السيتي ونرجع نمسك في برونو. ماشي مهم عشان ندي سبيس للناس بس تستوعب اللي انا بقوله. تمام. فانا بقول لك توتنهام بعيدا عن الاصابات، توتنهام هتعمل. بص انا بيب جوارديولا ده بالنسبه لي انا بكرهه. كلنا بنكرهه، ما حدش بيحب بس هو اجمد مدرب، جمهور السيتي. هو اجمد مدرب وبايرن اجمد مدرب في تاريخ الكوره. تعالى نعترف يا عم، سيبك بس من الليجندز والكلام ده كله. كرويا احسن كوره بتتلعب سير اليكس فيركسون فين في القصه دي؟ احسن كوره بتتلعب في تاريخ الكوره اتلعبت تحت بيب جوارديولا. مش هو ده اقوى مدرب؟ ما هو كسب كل حاجه، هو اكتر مدرب معاه بطولات. انت بقى ايه ده؟ لا مين ده؟ بيب جوارديولا مش اكتر معاه بطولات. من مين؟ سير اليكس. بجد والله انت متاكد من المعلومه دي؟ لا متاكد، ما اظنش انك متاكد من المعلومه دي متاكد من المعلومه دي. تعالى نكتشف الموضوع ده ثانيه واحده. نكتشف القصه دي. احنا كل مره هنكتشف حاجه، مره مع حسام ومره مع اكتشفت مع حسام ان جيوكريس عنده 29 سنه و 28 سنه. لا كبير. انا كنت فاكره لسه صاعد 22 سنه. صاعد يا ابني، ده بغل، ده راح برايتن كان لسه طفل يعني هيئته يا جماعه مع بعض. هيئته ما فيش اصلا المنظر اللي انت شايفه دلوقتي دوت، كان مخستع خالص بقى دبابه فعلا. اجابه صحيحه كابتن فوزينيو أليكسن 49. بيب جوارديولا الرقم الخامس 39. الرقم الخامس في 4 مدربين، في 4 مدربين تانيين بس انا بصراحه مش عارف انطق اساميهم. طيب. يعني كلهم من روسيا. ممكن نبص ثانيه استفتح. ممكن اعرف حد فيهم بالصدفه. ميرساليس مش عارف ايه ده من رومانيا، حد ما نعرفوش. جوكستين ده من اسكتلندا، وواحد اسمه فاليري لوبنافوسكي ده من اوكرانيا. انا عشان بتكلم روسي. ايوه بس بيقول لك ده خد 36 تروفي وبيب جوارديولا 39 تروفي. بيب جوارديولا الثاني ها بيب جوارديولا الثاني اكتر مدرب. يبقى الثاني ماشي. بس فرق 10 بطولات للسير اليكس، خد بالك. هتلاقيهم 10 كوميونتي شيلد مثلا. يا ابني انا عمري ما شفت في حياتي حد بيسف على السير اليكس فيركسون. خد بالك انا ما ينفعش يا خالد تتريق على السير اليكس. انا ما بتريقش عليه حضرتك، بس انا عايز اقول لك على حاجه. عظمه السير اليكس ده المدرب الوحيد تمام اللي انا قريت الكتاب بتاعه. طيب. شوف بقى السير اليكس عشان هو الوحيد اللي بيفهم، يعني هو افشخ واحد فعلا. طب السير اليكس هو مان مانجمنت بس عظمته مش سيبك من التاكتكس، هو مان مانجمنت. هو ده اللي بتكلم فيه مع حسام الحلقه اللي في التدريب يا جماعه، مش تاكتكس فقط. زي بالظبط ما كنا بنحكي كده على ازاي ان هازارد احرف من صلاح، نفس الفكره في التدريب. بيب جوارديولا احرف من سير اليكس، انا موافق. بنفس منطق هازارد وصلاح في القصه دي. هازارد هو بيب جوارديولا وصلاح هو سير اليكس في المقارنه دي. التاكتكس دي مش كل حاجه في الكوره. هرجع لنفس الاكزامبل اللي قلته لحسام. كارلو انشيلوتي هل هو مدرب تكتيكلي فشيخ؟ كارلو انشيلوتي تكتيكلي لا. هل هو مدرب تعبان؟ لا طبعا. هي دي الفكره. مدرب انا بالنسبه لي كارلو انشيلوتي ده من احسن المدربين اللي اتفرجت عليهم في حياتي. لو قلت لي توب 5 في التاريخ هحط كارلو انشيلوتي من غير ما اتكلم. اي حد بيشتم كارلو انشيلوتي ده انا مش هخش نقاش معاه اصلا. كارلو ده مدرب فشيخ. هل هو تكتيكلي افشخ واحد؟ لا، التدريب مش تكتكس فقط. عايز تقول لي تغير الكلام بتقول لي بيب جوارديولا احسن مدرب تكتيكال في التاريخ، هقول لك وهسكت وهرجع ورا. ماشي. انما احسن مدرب في التاريخ لا. عظمه السير اليكس حوالي 30 سنه 28 سنه باربع اجيال مختلفه، 4 اجيال كوره مختلفه. هو متربع العرش بلس ان هو حسام قال لي مش 28 سنه قوي. ماشي، اول 3 سيزونز كان فعلا، بس كان ماسك فريق شكله عامل ازاي. كان ماسك فريق بقى له 20 سنه ما خدش دوري. ما انا فاهم هو عمل ايه. تخيل دلوقتي حد يجي يونايتد يحطه على القمه 30 سنه قدام. دي العظمه بتاعته. بيب جوارديولا بقى له 6-7 سنين في السيتي، شوف بقى له سنتين عامل ازاي. شوف الوقعه دي السير اليكس عمره ما وقعها. وهي دي الصعوبه، ان انا لما طلعت فوق هفضل فوق قد ايه. ماشي بس انت لازم يكون في ترانزيشن. السير اليكس كان بيقع يطلع في ساعتها. انا فاهم، هي دي الفكره. انا فاهم تتكلم في ايه بس العظمه ان انا فضلت فوق يعني فوق انا كده انا فاهم ان اليكس فيركسون ما حصلش جوت، ما حصلش مليون في المية. ما حصلش. هو الجوت فعلا بس ما فيش زيه. بعيدا عن الانتماء بتاع البادج. ماشي. اولا في حاجتين لازم نتكلم فيهم. الليفل بتاع الكومبيتيشن ايام اليكس فيركسون اقوى من دلوقتي. عز البريمير، عز التخبيط وعز الضرب وعز اللي انت كنت بتخش بتلاعب ليدز دي، فاهم، اللي هو مش موجودين دلوقتي. فحت
لا الكوره مش ضربه. دوري انجليزي يعني ماشي. هو دوري انجليزي اتبنى اصلا الفكره بتاعته دي على حكمه السير اليكس. انا ما بقولكش ان هو لا يفقه شيء في التاكتكس، هو كده كده هو تكتيك جامد فشخ. هو تكتيك ليه عبقري. هو ماتش زي الارسنال ده لما اخش اكسبهم 8 وانا بلعب بالعيال دول، ولا ماتش اخش اكسب ارسنال 2 وانا بلعب ب8 مدافعين بس ارسنال عشان ده اللي عندي. ارسنال كسبان 8 ماشي يا عم. ما انا كسبت 6-1 ارسنال فينجر لما كان صلاح بيلعب معانا في تشيلسي. دي حاجه وحشه؟ لا مش حاجه وحشه. انت كنت جامد لما صلاح كان معاك في تشيلسي. انت كسبت الدوري قبلها ولا بعدها ولا السنه دي كسبت الدوري؟ كسبت الدوري السنه اللي بعديها. طب انت بطل الدوري عايز ايه؟ ماشي ما انا كنت جامد بس انا ما ينفعش اجي اقول لك لا يعني انا بقول لك ان هو تكتيكلي جامد. تكتيكلي جامد ان انا لما اكون عندي. هو كسبان 17 دوري ولا 18 دوري؟ لا انت ليه نسيت 13 لا 13 بريمير ليج. تمام بالحب بس اسم المسمى الجديد. تمام اوكي. المسمى القديم حط عليه بتاع قول 18 دوري. ده رقم مرعب يا جماعه. اكيد ده مش رقم. مفيش حد اصلا معاه 18 دوري غير انا فاهم فسير اليكس معاه اكتر من الدوري الانجليزي كله الا ليفربول. فاللي انا بس بقوله لما انا اكون السكواد بتاعي مكون من لعيب زي اندرسون اللي هو كان تيد بقى اخوان لعيب في الدوري الانجليزي، ورافائيل وفابيو وتشيتشاريتو وداني ويلبك، واللعيبه دي كانت انت شايفهم حاجه، وداني فليتشر وانت شايفهم حاجه، ويوصل بيهم فاينل تشامبيونز ليج يا عم. ده وهم تاني. ده مان مانجمنت وتكتيك. هو فلما لما هو يبقى يخسر قدام بيب جوارديولا ماتش 2011 سيبك من 2008 2009 سوري 2011 ده هو كان واضح. هو بالنسبه لي اصلا انا ما كنتش متوقع يونايتد في الفاينل. ما انا فاهم انت بتتكلم في ايه بس انت بتتكلم يعني في بيب في برشلونه. انا هحطهم في نفس قوه مرعبه. انا هحطهم في قوه مرعبه. بيب برشلونه 2011 دي كان فريق مرعب. انا هحطهم في نفس وانا بتكلم في فريق كول انا مش هعرف اكيب اب معاه. فكان طبيعي انه يخسر. بس ده مش معناته ان بيب اقوى منه. وده ما حدش قال ان بيب مدرب وحش تاني. انا هحطه في التوب في التاريخ طبعا. انا مش حاططهم طبعا يعني انا مش حاططهم ككومباريزن على قد ما انا حاططهم اللي هو انا متاكد ان بيب جوارديولا لو كان ماسك مكان اليكس فيرجسون ما كانش هيعمل اللي اليكس فيرجسون عمله. طبعا 100%. فاهم قصدي ايه؟ بس في نفس الوقت اليكس فيرجسون لو كان مسك الفرقه هو عمل اصلا اللي هو عمله احسن. ما يعني ما ارجع كده عارف الجدول ده اللي هو بيتحط بتاع البريمير ليج هتلاقي مانشستر 3 مانشستر بعدين واحده تقع. شفتها يا عم 3 مانشستر بعدين واحده تقع عشان هو عمل 4 ورا بعض. في اليكس فيرجسون عمل 4 ورا بعض بس عمل كام مره 3 ورا بعض. عمل كام مره 2 ورا بعض. شوف انت بقى 25 سنه كام مانشستر. لو 25 سنه 13 مانشستر. انت بتتكلم في ارسنال 2004 الجيل بتاع ارسنال بقى اللي هو اواخر التسعينات اوائل بدايه الالفينات. تشيلسي من ساعه رومان ابراموفيتش. مانشستر سيتي في الاواخر. ليفربول في اي فتره في حقبه حياتها. فرق كانت بتطلع جامده بقى نيوكاسل في التسعينات ولا ليدز ولا اي مانشستر. فاهم. هي دي قوه اكيد. بس نقفل بقى الكلام على سير اليكس ما نحطوش في مقارنه مع حد. نحطه زي ميسي ورونالدو في لعبه الكوره كده. بعدين نتكلم على بقيه المدربين. حط بقى جوزيه مورينيو طيب عشان انا بحبه برضه. عالمي بس بعد يعني في الخانه الثانيه. موافق نحط اي حد في الخانه الثانيه. ماشي. نرجع لتوبيك السيتي. عايزين نعرف السيتي دلوقتي. بص رايك ايه في السيتي وهنعمل ايه في السيتي دي؟ هتعمل ايه السيتي؟ انا على ما اظن سيتي بعيدا عن توتنهام وولفز وليفربول وارسنال هيدوسوا على الكل. يعني هيكسبوا بعيدا عن توتنهام وولفز. دي عقده. بس وولفز مش عقده. وولفز دي كانت هي فتره بس بتاع سانتو لازم لما كان معاه ادامه هم ماتشين يعني. شيل وولفز. حاسس ان دي انا على ما اظن الصراحه سيتي وليفربول هيدوسوا على وش وولفز. سوري ليفربول وارسنال السنه دي اقوى من سيتي لان هم واخدين وقت. خد بالك ارتيتا ده على قد ما انا بكرهه من قلبي وبستفز من اي تصريح بيطلعه بس هو بصراحه شكلها السنه دي انا حاسس يعني لو مش السنه دي خلاص يقلب. ايه ده؟ هو لو ما كسبش حاجه السنه دي كنت امبارح بتفرج على بودكاست بتاع مروان سري هيشنوه على مروان سري المنافس بتاعي. تمام. عشان كده انا بتفرج عليه ما بتفرجش عليا. انت عارف ان صاحي عمل لي كومنت بجد والله اقسم بالله وعمل لي لايك اقسم بالله على بوست على الانستجرام جدا يا كابتن نصوص. عملت بوست على الانستجرام عملت له منشن 90 مره ستوريز وبتاع ما عبر جه في واحد حط وشي بيضحك كده. بعدين عملت له منشن تاني بعمل لي فولو والنبي ما ردش عليا. باشا يوم من الايام ان شاء الله تبقى معايا. هجيبه واستضيفه ويقعدوا جنب ابو تريكه. يلا يا باشا بس هو زملكاوي يقعد جنب ابو تريكه يبقى يجيش بقى اللي مش عايز نصوحي ولا غيره. بس ما يجيش بتيشيرت الزمالك. لا مفيش حد هيخش. بص في قوانين هنا. تمام. اي حاجه مسموحه الا تيشيرت الزمالك. تمام ماشي كويس. بس نرجع لسيتي بقى. انا زي ما بقول لك ليهم قومه 100% طبعا لان هم لازم هيقوموا يعني هم هيفضلوا فرقه يعني طبعا. وخد بالك انا حاسس ان مرموش فت للفرقه بس هو لازم يستغل الفرص اللي بتجيله من ربع كوره. يعني انت الماتش اللي فات لازم يستغل الكوره اللي ضيعها. انا شايف ان مرموش ده اللي هو انت بتعمل ايه؟ كان راح الارسنال يعني ودي كانت بتاعتها اللي قدام. دي حقيقه عشان هو مرموش مثلا في السيزون اللي لعبوه في فرانكفورت هو وايكيتيكي هو افشخ. هو كان النجم مش ايكيتيكي. شوف ايكيتيكي راح عشان راح الفريق الصح ومركزه موجود
صح. مش بقول السيتي كان الفريق الغلط، بس ما كانش احسن اختيار. لو كان هو اللي دخل ليفربول كان هيبان اكتر. دخل ليفربول لان هم كانوا لسه صعبه قوي. دبل ايجيبشن كينج مش هيركب على الايجيبشن كينج طبعا. محدش هيركب على الايجيبشن كينج، بس هيبقى قصدي كان زي اكتيكي. ما هو باين صلاح هيفضل صلاح في خلاص بقى مش يعني مرموش مش هيبقى صلاح. حاسسها صعبه الفرقه. مرموش مش هيبقى صلاح. ما اكيد يعني انا ما حدش هيبقى صلاح. لازم نفهم ان صلاح دلوقتي يا جماعه في حته اللي بكلمك عليه كعامه كنادي. على ما اظن ان 2 مصريين بيلعبوا واحد رايت وواحد ليفت. مش لازم رايت يعني. عارف انت لو كان ركب اصلا بوب مش انا كنت شايفه يعني مكان فيرتس او اكتيكي او جابكو كان هيبروس على اي حد. كان هيخش هيعرف يركب وكان نجمه هيبان. ارسنال نجمه هيبان عشان محتاجين حد زي انا حاسه الصراحه زي مرموش. سيتي او يونايتد بصراحه. يونايتد في النظام بتاع او توتنهام. يونايتد بس توتنهام عايزين بقى يعلى بقى. توتنهام ايه وبتاع ايه يا عم مهما كان توتنهام يعني انت يعني مش فاهم يعني لما نتكلم ليفربول ما انت رايح برضو او يونايتد. انت نطت نطه كبيره برضو يعني. فرانكفورت راح لسيتي وانت عارف ان ده اساسا مدرب اللي هو انا لو ما هي دي الفكره يعني جبت كوره في العارضه ممكن ما العبش 5 ماتشات اللي جايين. ما هي دي الفكره فاهم قصدي. بس عشان كده بقول لك هو كان لو راح فريق تاني هو بجد لعيب جامد قوي. طبعا فعلا جامد قوي. لا وينفع بس يعني يونايتد دي كانت هتبقى ريسك كبير قوي خد بالك عشان فريق بيبني وبتاع هو فاهم. بس هو فانا لو كنت اختار له احسن اختيار عنده ميزه الصراحه. بالنسبه لي احسن اختيار هو عنده ميزه عن الوينجرز اللي موجوده عامه في الدوري. عنده الحس التهديفي عنده عالي. يعني هو بس لعب سترايكر ما كان هلا بالظبط. وخد بالك يعني بص عليه وهو بيلعب حتى في البوكس لما بيجي يشوط ما شاء الله يعني هو حافظ مكان الجون. يعني هو ما بيبصش انا هشوط فين. الموضوع ده عامه يعني هو جامد نادر. ما بيبصش على ما بيبصش على المكان اللي هو يشوط فيه وبتبقى اون تارجت. فهو كويس قوي. الفكره بقى ان هو بيتحرك وسريع وجسمه قوي وشمال ياخد فورم. انا حاسس ان هم هيبقوا وراين شيركي كويس. بس راين شيركي لسه شويه هيموت في البريمير ليج. الشامبيونز ليج راين شيركي هيفرق جدا 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 مع مانشستر سيتي جدا. ده اللي انا حاسه يعني. رايندرز طبعا اضافه خياليه. نص ملعب من اكتر من احسن النص ملعب اساسا اللي هو السكسسفul كاري اونز اللي هو انا همسك الكوره وهجري. بوب بقى الناشئين سيتي وهو اساسا في حوار غريب. بوب كان معاه كول بالمر وفودن وروجرز بتاع استون فيلا وليام ديلاب وهو من الناس دي كلها اللي قعد سابوا بوب ونيكو لويس. بس انا عارف ان هو بيحبه قوي بيب جوارديولا. هو جامد يعني. هو الماتش الاول بيحب بوب قوي. كان جامد قوي في الماتش الاول. كان جامد قوي 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 قوي. مش عارف بصراحه راين شيركي هيلعب فين. بس هو وفودن مش هيرجع يركب ولا ايه يا جماعه. هو فودن اصلا تقريبا بعد الماتش اللي فات والضحكه ديت لو بيب جوارديولا شافها انا ما اظنش ان فودن ده هيلعب اساسي تاني خلاص كده بصراحه. انا يعني حاسس بيب جوارديولا من الشخصيات ديت يعني. بس هو كان قاعد بيضحك وانت خسران 2-0 انت اهبل يالا ولا ايه بتضحك عليه. فاهم قصدي ايه؟ لا بيضحك وبيلف يمين وشمال كانه مثلا قاعد في النادي. فكانت غريبه بالصراحه بالنسبه لي. اللي كان سيء في ماتش توتنهام كان شيركي. باين عليه ان هو ضعيف وباين عليه ان هو انت مالكش علاقه اساسا بالريتم بتاع بريمير ليج دوت. يعني انت اساسا عملوا statistics كده على ذا اثليتيك تمام جايبين اللي هم التوب 5 ليجز من ناحيه الانتنسيتي بتاعه اللعب. ان هو اللعب ما رايح رجع بريمير ليج الدوري الاسباني الدوري الايطالي بعد كده بقى بعدها بشويه انت هتلف دماغك شمال الدوري الالماني والدوري الفرنسي. فهو الموضوع ده ناقص عنده ومش هيلعب لفتره حلوه قدام اساسي. انا حاسس كده لحد لما يتعود على الموضوع دوت يا اما هيستخدمه في الشامبيونز ليج. لان راين شيركي في اللو بلوكس قدام الفرق اللي هي بتلعب انا هوقف ال11 لعيب في ال18. بص ليه بقى احسن لعيب ممكن يكون بيعرف يعمل الموضوع دوت احسن من فيرتس بقى والشباب دي كلها. لا موهوب. هو بيعرف يكريت شانسز من فلير. هو لعيب فلير بطريقه موهوب. لعيب موهوب بالفطره يعني. فاهم قصدي. فانا على ما اظن شيركي صفقه حلوه بس هيتعب في البريمير ليج. هينجح في الشامبيونز ليج. رايندرز هينجح في البريمير ليج كده كده. سيتي توب 4 مستريح لان هم انت قلت تشيلسي رابع. انت دي انا تشيلسي دي ترتيب بسرعه. تشيلسي توب 4 توب 6. لا دي انا عايز رقم. انا عايز رقم رابع خامس سادس ثالث. انا على ما اظن تشيلسي رابع او خامس. تشيلسي رابع او خامس. سيتي ثالث او رابع. ماشي. مين تاني او اول؟ سيتي ارسنال ليفربول. لا فرقتين. يونايتد فين في القصه دي؟ يونايتد على ما اظن مش هتخش توب 4 بس هتلعب. انا على ما اظن يونايتد لو عرفوا يجيبوا اي حد قبل الاسبوع ده يخلص او في الوينتر ترانسفير ويندو وحد جامد كسي دي ام هيفرق معاهم قوي قوي. يعني انت باليبا دوت بجد كان هيفرق معاكم. جول كيبر انا حاسس ان حارس مرمى. انا حاسس لو مانشستر سيتي ولا انا وحش لو وحش قوي بس هو مش وحش برجله.
يعني اعترف اعمل ايه بالموضوع ده. برجله؟ اعمل ايه برجله؟ ما هو انت انا عايز حد يصد. انت بتلعب ماليش دعوه برجله، مش ليه يا قصتي عم؟ انت مش رجله فاهم؟ دي تكمله، بيخش فيه جوان وحشه قوي، وبن يدر ده داخل فيه جوان برضه وحش. انا بالنسبه لي مش هعرف انافس ولا توب 6 لو ما جبتش حارس تقيل. ولا حتى توب 6. انت الحارس التقيل ما فيش غير اليسون ما هو يشوف له حد من تحت الارض بقى، وفيكاريو يعني. تمام. يشوف له حد من تحت الارض. هي دوناروما الصراحه هي كانت دي لايقة. فكره السكاوتنج تيم، يشوف له حد من تحت الارض. انتوا اللي مشيتوا دخيه. بيقول لك دافع زين الجون، سمعت القصه دي؟ ايه داخل ايه؟ والله العظيم رايح ايه؟ انا بعشقه. رايح فين؟ راجع يونايتد. بجد والله. مش كلام نهائي، بس يعني لما دوناروما باظت كانوا يا فليمنز يا فدخيه الطرح. بصراحه دخيه ده يعني كفايه ان اليكس فيرجسون توب. سافر عشان يروح يشوفه. انا ما شفتش زيه في حياتي، لا دخيه جامد قوي ما شفتش زيه الصراحه. في حياتي. جامد، ده جامد يعني. عايز تتكلم كلاتش على مين تاني؟ اتكلمنا على تشيلسي، اتكلمنا على ويست هام اللي ملهاش لازمه، اتكلمنا على السيتي. توتنهام. انا توتنهام على ما اظن سادس السابع، ماشي، السادس السابع ممكن اكتر كمان يعني. ممكن اكتر. الدوري صعب، خد بالك السادس السابع ده الاصابات، عادي. لان انت هتشيل سنتر باك من السنتر باكات اللي موجودين، او السي دي ام بتاعك هيتصاب. أيوة. الفرقه دي اصلا مالهاش اي لازمه. موافق. فاهم قصدي؟ ارسنال، ارسنال يا باشا. قول لي رايك في جيوكريس، فقاعه ولا الجيم ويك الاولاني خلص؟ بص. الناس قالت لك فقاعه، الجيم ويك الثاني بدا الشعب الناس طلعت كله- بيه السما. الناس كلها بتقول جيوكريس ده فقاعة. فين في الحياه؟ جوكرز اي ماتش، عارف اللعيبه اللي هو الماتش الجامد انا هختفي، الماتش اللي هو هشك بشك وفرقه كده كده احنا المفروض متوقع ان احنا نكسبها، هيجيب 90 جول. هجيب جون واثنين وثلاثه. ده ده جيوكرس. حلو. تمام. جيوكرس عنده برضو ميزه كويسه قوي بصراحه. هو استسمح لي اخد واحده. يا عم ما تاكل البتاع كله. خليك شوف يا كابتن فوزينيو. بقول لك لعيب كويس قوي ككاونتر اتاكس، كويس قوي في الكاونتر اتاكس. جوكريس بيعرف يجري بالكره كويس زي السيتي كده، زي ما عمل في السيتي، الهاتريك اللي جاب في السيتي. بالظبط. بس هو مش هالاند يعني، ولا هيبقى هالاند. لا لا لا، بس هو ما فيش هالاند على فكره. يعني انا اضمن لك جيوكريس دوت هيجيب له بلس 15 جون في السيزون. السنه دي هيوصل 15 ايزي. رقم كبير. خد بالك اصل انت الناس اللي بتخدم عليك اعلم بكتير يعني. انت ديكلان رايس دوت ساب البوزيشن بتاعه بقى بيلعب جنب اوديجر دلوقتي. زوباميندي ده اقسم بالله يعني، بص يا بخت ارسنال بيه والله العظيم، يا بخت ارسنال بزوباميندي. زوباميندي ده هيبقى افضل ترانسفير اتعمل لارسنال السنه دي على اللي انت عايزه. ماشي. بص عارف المايسترو؟ هو مايسترو بس على وسخ شويه، اللي هو انا فيا الطبع اللي هو انا يعني هضربك، وهو مش قوي بس عارف اللعيبه اللي هي من تحت لتحت دي. هو عنده الحوار دوت، وباصير من ليفل، عارف اللعيب اللي هو بس من ليفل مين؟ لا انا عايز اديني اسم ليفل مين، عايزك تأوفر قوي عشان امسكها عليك. يعني البيك بتاعه هو الناس كانت بتكرهه الصراحه يعني. هو مفيش حد بيعترف بيه غير انت، غير الناس اللي بتشجع الفرقه ديت. تشيلسي لامبارد ولا ايه؟ لا يا انت هتقارن زوباميندي بلامبارد؟ انت تقول ايه؟ جورجينيو لما كان جامد، سيبك من جورجينيو اللي راح ارسنال، وسيبك جورجينيو السيزون اللي هو جورجينيو تشامبيونز ليج. بس الليفل تعبان يعني. راجل حرام عليك. لا هو بيعرف يظبط الريتم بتاع الماتش يعني. هو انا دخلت عليا مثلا 3 لعيبه باشا، بصل ما بين الثلاثه دول انا بريك لاين، اتفضلوا يلا روحوا انتوا هتعملوا ايه. بيعمل حوار كده غريب يعني. انا ممكن اكون باصص لك تمام وجسمي مهيئه على اتجاه مثلا اللعيب دوت، الحاجات دي بتفرق في الملعب عامه. ويكون باصص لك ويروح مباصي مثلا الباصه هي رايحه هناك. زوباميندي عنده الحوار دوت. زوباميندي بجد جامد بزياده. هنشوف قدام، لسه السيزون بدري. بس انا بقول لك زوباميندي هيعمل طفره في نص الملعب. انا شايف ان جيوكريس ده لعيب جامد. انا مش شايفه جامد قوي. انا شايف انه لعيب جامد مهاجم يفيد ارسنال جدا، صفقه تحفه وكل حاجه وجميله وكل حاجه. بنسبه كبيره هينجح، بس يعني ايه جايب هايب كبيره قوي يعني عشان جاب. هو ده جمهور ارسنال خد بالك برضه. لا بس خد بالك الصفقه قبل ما يخلص في ارسنال لعبك انها على يونايتد وليفربول ومش عارف مين ونيوكا. جيوكريس حاسه وفانتزي 9 مليون ولا 9 ونص يعني. حاسس ان هو ايه واخد هايب كده كبير. هو لعيب جامد، هداف الدوري البرتغالي. مش سيبك من الدوري البرتغالي، جايب مش عارف 73 جون ولا 99 جون في 102 ماتش. ايه الهبل ده؟ مليون في المية هينجح يعني. مين هينجح؟ نيكولاس جاكسون؟ ما اكيد هو اللي هينجح. اكيد هينجح. راح جايب لي مهاجم ب 70 مليون تمام، اللي هو اساسا ده يعتبر فك حاليا في الترانسفير ماركت. وهو اللعيب عايز ارسنال، هو عايز ارسنال، فهو كده هينجح. وكده اي ماتش في اتحاد سوري في اميريتس هيشقلب الدنيا بالجمهور. خد بالك جمهور ارسنال لما بيحب لعيب يا دين امي بيطلع بيه السما لدرجه مش طبيعيه.
يعني انت جوكريس الماتش اللي فات انا ما اظنش ان هو عمل اي حاجه فيها طفره من اللي انت واو تمام، غير ان هو يعني دوبك زق الكوره، شاط الكوره على الارض، ده الجون والبينالتي اساسا ان هو لو كان ساكا مش مصاب كان هو اللي هيشوطها، كنت جبت جون. كنت عايز اقول الجونين اللي جابهم يعني مش فاهم قصدي ايه؟ فهو ما عملش حاجه يا جدعان، ولا هو اللينك اب بلاير اللي هو بقى انا هدريبل وهرقص بعد كده ادي ساكا وساكا يلعب لي. عشان كده بقول لك ان هو مش لازم يكسب 15 جون. هو عنده ميزه تانية بصراحه ان هو في ال 18 سفاح، يعني هو كده كده الكره لو اتشطت على الجون يعني انت لو جون جامد هتصد، لو انت مش جون جامد الكره دي مش انت يعني هتقع ونشوف بقى اللي هيحصل بعديها. فهو مين بقى بيخدم عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ساكا، اوديجارد، ايزي، ديكلان رايس. بقول لك عشان ايزي لما ايزي يجي حاسس ان ساعتها الموضوع هيختلف كتير قوي لما ايزي يجي. لا عنده كذا لعيب بالظبط، عنده كذا لعيب، عنده اللي هو لما تيتا كان جامد يا عم عشان ايزي واوليسي بالظبط. بس خد بالك ماتيتا ده مش وحش برضه. لا تيتا لعب جامد قوي على فكره، لعب جامد، لعب قدامنا في الاولمبياد فاكر جاب ودوي برضه لعب قدامنا في الاولمبياد كان نازل دكه، بس ما كانش حد واخد باله منه، ما خد باله منه عشان كان يعني هو بصراحه برضه ده انما ماتيتا كلنا كنا واخدين عشان عارفين ماتيتا وخسرنا، كنا نستحق نكسب. انا بقول لك ارسنال الاول، سيره الارسنال اول تاني ليدز. قفلنا كلام على اليونايتد ولا ما قفلناش كلام على اليونايتد؟ لا لسه اليونايتد قبل اخر ماتش. ليه احنا هنتكلم على الماتشات كلها؟ انا هتكلم على اللي هم الفرق ماشي خلاص. طيب احنا قاعدين ارسنال ليدز، احنا اتكلمنا قلت لك ارسنال اول تاني مستريح، التعزيزات اللي هم جايبينها حتى يعني سيبك من مدويكي ده اساسا شبشب، بس هو الخيار الامثل لنفس اسلوب ساكا ده. مين؟ مدويكي. يعني هو اكيد مش ليفل ساكا كده كده شبشب على فكره. ممكن اقول كده؟ تقول ايه؟ ممكن نقول ان ساكا مش ليفل جامد قوي، يعني ينفع اقول كده، ينفع اقول ان ساكا واخد برضه هايب اكبر من هو ممكن يكون واخد هايب من جمهور ارسنال بس هو جامد. ماشي من جمهور ارسنال ايوه، يعني هو مش جامد قوي بس هو جامد، لعيب جامد 100%، لعيب جامد 100%، لعيب جامد يعني هو بس هو يا جماعه يكسبك، بس هو يكسبك بطوله محترمه، بس هو يعني سيبك من الاصابات. لا هو لعيب جامد بس. لا ما انا عايز اعرف الجامد ده بالنسبه لك ايه، والجامد جامد قوي يعني حطوا لي كده ده في ليفل مين؟ سير صلاح من على جنب. هو وبالمر بالمر اتقل منه بكتير، ينفع اقول كده؟ بالمر الا الكونسيستنسي، في حته الكونسيستنسي ولا ساكا كونسيستنت. بالمر في اوقات كتير قوي بحس ان ساكا يعني بحس ان بالمر عنده حلول اكتر، يعني انا مزنوق حاسس ان بالمر ممكن يحل لي في اخر الماتش والدنيا مقفله عن ساكا، حاسس ان بالمر ممكن اللي يعمل لي الحته اللي تبهرني اكتر من ساكا كونسيستنت اكتر من بالمر، بس ساكا في اوقات كتير قوي انا خدت الكره على الخط قطعته وبتاع بصيت بالعرض اتقطعت يا عم، كميه الحاجات يعني حاسس في حته كده توقعه عن فكره ان انا لعيب من احسن اللعيبه اللي موجوده او احسن الجات اللي موجوده في الكوكب. لا هو بعيد قوي عن الحته دي شويه، يعني ما اقدرش احطه لك في مقارنه مع لعيب زي رودريجو مثلا بتاع ريال مدريد، حاسس ان رودريجو ابعد منه بكتير. ما اقدرش احطه مع لعيب زي فينيسيوس جونيور، ما اقدرش احطه مع لعيب زي الليفلات دي ابعد منه، هو في كاتيجوري اقل منهم، هو محطوط في الكاتيجوري بتاعهم لسبب انا مش فاهمه. لعيب جامد 100% لعيب جامد، انا فاهمك. هل هو اللعيبه دي هو لا دوي اجمد منه بكتير، يعني فاهم قصدي ازاي؟ كفاراتسخيليا اجمد منه بكتير، انا بقول لك جت في الكوكب اجمد منه. هم اجمد بس هم مش بكتير. وجهه نظرك انا متفهمك، بس انا عندي نفس التساؤل بتاعك دوت اللي هو انتوا شايفين ايه يا جمهور ارسنال في ساكا؟ بس انا بصراحه انا كويس. كل ما بشوفه لعيب كويس، بس ده اللي يجيب لي الدوري. ده هازارد في تشيلسي بالظبط، هو ده صلاح في ليفربول بالظبط، هو ده اللي بكلمك فيه، هو مش كلاتش. انا ارسنال هتاخد الدوري، ما ساكا بقاله كام سنه في ارسنال، ارسنال وساكا هيبقى احسن لعيب في ارسنال بالظبط. ساكا حاجه، رودريجو ده لو كان راح ارسنال كان هو هيبقى طبعا افشخ منه بكتير طبعا، فاهم؟ ايوه فانا قصدي ايه، ارسنال هتاخد الدوري مش عشان ساكا موجود، لا عشان ساكا موجود ومعاه فريق حلو، عشان ساكا واوديجارد ورايس وجيوكيريس وايزي، واخدت 8 سنين عشان ابني الفرقه عشان ساكا اللي يليد ونكسب الدوري. انما العكس صلاح انا جيت حاجه و30 جول هو ما عرفش يعمل كده، بس ما كسبش الدوري، بس كسب الدوري السنه اللي بعدها صح. وبعدين عمل ايه في الدوري؟ حاجه ريكورد. ساكا مش هيعمل ريكورد. ساكا هيفضل كل ماتش، ساكا هيفضل موجود كل ماتش معاك، لعيب مهم، لعيب تعمل له حساب. لا هو لو فت ساكا لو فت تمام، وارسنال هي دي الفرقه بتاعت ارسنال حاليا، لا ساكا جامد، هيبقى جامد طبعا. بس انا فاهم بتتكلم هيبقى احسن دلوقتي في وجود جيوكيريس وفي وجود ايزي بالظبط، واوديجارد ورايس والفريق بيطلع فرقه جامده قوي طبعا، فرقه ستيبل جدا متكامله جدا من كل المراكز. لاول مره بصراحه تحفه، يعني فريق تحفه، بس ارتيتا صنع قعد كتير قوي، بس صنع فريق نفسي يفشل.
ما هو كده. بص لو ما خدش ولا بطوله هو ما فشلش يا رب. هو بنى الفريق، ما خدش بطوله هو حط استراكشر اللي هيجي هتدخل حد بقى قوي مدرب من بره هيجي يكسب على طول. ارتيتا اللي عمل شغل صعب قوي بصراحه يا عم مش صعب يا عم والله العظيم ولا اي حاجه يا عم والله العظيم ولا صعب. ده اللي يا عم رحت جبت مدرب الكرات الثابته بتاع مانشستر سيتي جايبين 25% من الاجوان بتاع ارسنال. فين الكوره اللي انت بتلعبها؟ بقاله 3 مواسم هو فريق حلو قوي، حلو انا ما بعترضش، فريق بيخبط في السيتي وليفربول. انا ما بعترضش في اخر موسمين هو مش اخر الموسم اللي فات هو احسن من السيتي بكتير. انت شفت ارسنال بقى لها كام سنه، بقى لها كام يوم ما خسرتش من التوب 6، ارقام خزعبليه. انا بقى لي مثلا انا كتشيلسي مثلا انا بقى لي 1250 يوم ما خسرتش ما كسبتش ارسنال في الدوري ولا في ارضهم؟ في الدوري. في ارضك كمان. راح راجع والله اقسم بالله ده في ارقام مرعبه. ده كله بقى سيتي وليفربول ومش عارف ايه كل الشباب دي كلها يعني ايام حلوه يعني يا راجل والله. طيب يبقى بقى فريق قوي. هي فرقه بص تعال نمسك الفريق كان لعيبه رايا مع تيمبر وبن وايت. ده يا جماعه قبل تيمبر ما يركب كان جامد قوي. فانت عندك انا اظن تيمبر اللي هيركب. انا عارف كاليافوري. كاليافوري ده الواد كورته حلوه يا جماعه بس عنده برضه مشكله الخلفيه. واضح ان هو بيتصاب كتير. وجابرييل وساليبا. جابرييل وساليبا دي احسن. مين فيهم اللي جدد؟ ساليبا اللي جدد. سمعت انه جدد. جابرييل اللي جدد. ساليبا ما اظنش انه جدد عشان لسه حوار كوناتي وساليبا بيختاروا ما بينهم ريال مدريد. انت عارف ريال مدريد ما بتدفعش فلوس، ما بتدفعش فلوس للنادي ثانيه. هم اخدها ببلاش. انت رايح ريال مدريد يا ابن الكلب انت هتصاحبنا ولا ايه؟ فاهم قصدي؟ بس بيدوا. بس كانوا في البودكاست ده بتاع سيري بيقولوا ان هو هيجدد خلاص وخلصت وبتاع. يا عم سيبك بس من مروان سيتي وبتاع جدد ايه؟ هو كل مره بيطلع بتاع كده وتطلع في شنك في الاخر. هنشوف. انا على ما اظن بالك زمايلي ما تخبطش فيهم قوي كده. يا عم انا ما بحبش ارسنال وما بحبش جمهور ارسنال من الاخر يعني. ماشي تمام. انا بحب ارسنال بصراحه. ما بحبش جمهور غير جمهور الاهلي ويونايتد. ما بحبش جماهير ثانيه. بحب جمهور دورتموند. انا بحب البريمير ليج عامه بعيدا. انا عندي مشكله مع جمهور ارسنال. انا عشان انت راجل تشيلساوي ممكن وده حقك. وخد بالك انا عندي مشكله مع جمهور الزمالك. وانا عندي مشكله برضو مع جمهور الزمالك عشان مش ما فيهاش اي عيب. دي حقيقه. انا ما عنديش مشكله الزمالكاوي يقول لي عندي مشكله مع جمهور الاهلي. لا بس هو حاسس ده طبيعي. سيبك من الزمالك والاهلي دلوقتي. بس الزمالك ما تحطوش اساسا في الذكر. مش محتاج ذكر. لا ارسنال فرقه عامه يعني. هي حتى في يوكي الجمهور بتاعهم مكروه لان هم كرينج. عارف السماجه. بص انا عايز اقول لك على حاجه. انا جمهور ارسنال وزي جمهور توتنهام مثلا اللي ابتدوا يبقوا موجودين الفتره اللي فاتت ما اعرفش ليه في مصر يعني ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله اشجع اي فريق بس بطل تحط راسك. جمهور ارسنال وتوتنهام اللي بقوا موجودين. انت عشان تبقى موجود انت تحب اللي انت تحبه. خد بالك بس ما تخشش. هتلاقي ميدو حسام غالي والله العظيم هتلاقيهم بجد بيحبوه عشان ميدو حسام غالي. يعني انا اعرف شخص تمام. انا وانت تقريبا عارفينه. مش عارف تعرفه. دبدوب كده شويه تمام. بيشجع توتنهام. بس قبل انت تشجع توتنهام ليه؟ قال لي حسام غالي وعبده بيشجع توتنهام. والله اقسم بالله بيشجع توتنهام في بريمير ليج. بيشجع ريال مدريد وفي بريمير ليج بيشجع توتنهام. هتلاقي عشان فاتك بوتشيتينيو بقى وفاين تشامبيونز ليج والوقت ده. بوتشيتينيو وخرا ايه يا عم؟ انا بقول لك هنجيب عبده هنا ونتخانق لما نعمل السيتنج بتاع الثلاثه. هنبقى نطلع بقى مع الشباب كلها. نجيب الشباب كل فتره هنعمل قعده 4. انا شايف ان انت تعمل قعده 4 كده في 4 اقسم بالله. وهجيب لك المايكات هنضحك ضحك. جيب محمد خيال وانا وعبد وانت والواد حسام برضه. كده بس ده خد بالك فيديوهاته ضربت بس ده هيتخانق مع محا وعبد. مع عايزين خناقات. احنا جايين هنا نتخانق. هنقفل الباب علينا يا باشا. اضربوا في بعض. انا هطلع بره هسيبكم تطشوا في بعض. مش انا اللي هاخد الفيديوهات وانتوا تضربوا في بعض. انا كسبان. تمام حلو. طب بص بقى نرجع ننتقل لمانشستر يونايتد. عايزين نقفل كلام على مانشستر يونايتد تمام عشان بعد كده هنخش على عايزين نتكلم على فرق اوروبا الثانيه. عايزين نشوف برشلونه ريال مدريد بتقول ايه الكلام ده. يلا بينا. خلاص قول لي بقى رايك في يونايتد ايه. بص انا شايف ان المدرب جامد. موافق. انا فاهم ومتفاهم جدا ومقدر ان هو كان بيلعب في الدوري البرتغالي اللي هو اساسا ما يعتبرش دوري وكل الكلام ده كله على عيني وعلى راسي. بس هو مدرب بيلعب بتكتيك واضح جريء. دوره باين قوي في يونايتد. دوره باين جدا أوي. جدا في وانا بحب المدرب الشجاع معاك اللي هو ايه. انا يا جماعه داخل حرب من الاخر كده تمام ومحتاج 60,000 ولا 50,000 اللي بيكونوا موجودين كل سبت في اسبوع او اسبوع لا في مانشستر. عايز نار في الملعب تمام. وانا اوعدكم ان انا هخلي الفرقه ديت تدي 100% كل على اللعيبه. شفت كونيا وميمو بيلعبوا ازاي بالظبط. شفت هي بص هي كازيميرو. شفت اللعيبه داخله بتموت. يا جماعه ده ليخت
واحد تاني. ماجواير لما بالظبط. بينزل بالظبط مش ماجواير اللي احنا ايه، خد بالك هتقعد بقول كده بس انا اظن انت محتاج ماجواير سن التعزيزات طبعا محتاج سنتر باك تقيل، ده رايي، محتاج حد كمان مع جنب يورو. الواد يورو ده ليه يورو يا جماعه؟ صفقة. شفت التاكل اللي عملها في لا هو عم هو جاي تاكل بنت لذينه، اصابات برضه. ودي ليخت خد بالك مش كبير مش كبير 26 سنه حاجه كده. اياكس يعني اكاديميه اياكس دي ما بتطلعش لعيب سنتر باك وحش. وانا شايف اللعيبه يعني عايزه تعمل حاجه، ده الوقت اللعيبه جعانه من الاخر. لازم مانشستر تطلع شويه. هي انا حاسس ان هو بيبني منظومه حلوه، لسه محتاج صفقات. انا قلت يا جماعه السنه اللي فاتت دي امحوها، اعتبروا ده اول سنه بيلعبها، امحوا السيزون اللي فات. هو جاي احنا عارفين مش هيعمل حاجه، هو جاي حرفيا ما عملش ولا صفقه غير دورجو، دي مش حاجه تعتبرش صفقه. وهو جاي بس يحاول يحط طريقه لعبه ويحاول يفهم اللعيبه اللي عنده، يعرف هو محتاج ايه عشان يعرف يخطط. اول موسم انتقالات حقيقي هو ده. صح. جاب صفقه وحشه، حتى دورجو اللي جابه السيزون اللي فات، شوف دلوقتي دورجو اساسي، كره في العارضه واخد الخط جاري. دورجو لعيب كويس، مش لعيب اللي بتاع، هو بس فيزيكلي قوي سريع، فيت للبوزيشن وفيت للبريمير ليج. بالظبط، هو ده اللي انا بحاول احكي عنه، لعيب صغير بالظبط. فبيبني منظومه صفقات حلوه، كلها صفقات منطقيه، بويمبو وكونيا وسيسكو، حتى الصفقات اللي ما جاتش، حتى الصفقات اللي ما جاتش يعني بليبه صفقه. هو بيفكر صح، النادي بيفكر صح، امورين بيفكر صح. بس انا شايف ان انت كنت تجيب بليبه اهم من سيسكو. لازم مهاجم صريح، لازم مهاجم تقيل. هل سيسكو ده مهاجم التقيل او هيفشل او هينجح دي قصه ثانيه، بس فكره ان انا اجيب مهاجم بالبروفايل ده خطوه صح قوي مع الاثنين اللي معايا، لان ما عنديش انا المهاجم ده. ما تقوليش هالاند، ما تقوليش هويلاند، ماشي، ما تقوليش زيرسكي. انا محتاج انت لما افرض ده، انا حاسه ان هو لما يركب اصل خد بالك هو اموريم قال حاجه كمان حلوه قوي 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 الماتش اللي فات. قال لك لما قال له سيسكو ليه ما بداش تاني وبتاع، قال لهم اولا بقى معانا اسبوعين، تانيين بقى لهم معانا شهر ونص فتره التحضير كلها. تاني حاجه قال هو لعيب لسه جاي، وانا بفهم الكلام ده، واللعيب ده بيدور على بيت، كان بيشتري بيت ويدور وبتاع، فهو فاهم، هو حاسس بنفسيه اللعيبه وحاسس ان اللعيب لسه محتاج. دي كانت حته مهمه قوي، مثلا زي السير اليكس، لو حد عنده حد مات، حد عنده مش عارف بيخليه يمشي يسيب الفريق، يعني بيبرايور. كان لعيبه كتير في القصه دي قاعد ما كانوا بيخافوا منه وي هي دي المانجمنت بقى، بيبرايورتايز حياته الشخصيه طبعا. لا يا باشا روح، لا روح وانا بتاع. ناس كتير قوي اشتكت مثلا من مدربين تانية، حصل بشكل انشيلوتي قال لك كنت هتجوز ومش هبقى، يعني هنحاول تفتكر مين يعني. فهو بيبرايورتايز القصه دي، فهو حلو قوي اللي هو مش عايز يحرقه. طبعا نزلوا على فولها مخرق اوبا البس. دلوقتي سيسكو لسه ما اتحرقش اكيد لسه، فاهم؟ انما فدي حاجه مهمه ان انا ايه عايزه ياخد على كل حاجه. فسيسكو اتك عليه، وهو صغير كمان مش زي جيوكريس، فنقدر نتك عليه ان احنا نشوفه. فلو دخل وسط الثلاثه دول حاسس ان ممكن يعمل حاجه حلوه. صفقات منطقيه، لسه ناقص، كلنا عارفين انه لسه ناقص. واموريم بيموت ان نجيب حارس مرمى. من اول موسم الانتقالات هو بيتكلم عن حارس مرمى، قال لك سيمنز وقال لك دوناروما وقال لك دخيا وقال لك ايمانويل مارتينيز. هنشوف لو ما جابش مش واقع منه، لانه مش هو بيعمل صفقات، هو طالب، انما ده اللي احنا محتاجينه. هو لسه عايز، مش طبيعي هيجيب كلنا محتاجه في موسم انتقالات واحد اكيد. فلسه عندنا الشتاء ولسه عندنا السيزون الجاي. وانا شايف ان انتوا يعني دي اول سيزون لاموريم، وانا شايف تطور واضح. انت هتشوف التطور وهتشوف نطه كبيره فشخ اكيد في البوزيشن بتاع بريمير ليج بتاع السنه اللي فاتت. بس هو مفيش حاجه برضه بتيجي من سيزون واحد طبعا. يعني انا شايف اموريم دوت الفتره اللي انت الناس اديتها لكلوب والارتيتا والناس اللي هي بنت كيان لما كان النادي واقع، المفروض تديها لاموريم سوري صح، لان هو انا حاسه مدرب بريمير ليج مش عارف ليه. يعني انا مش عارف ليه انا حاسس ان هو لاعب بريمير ليج واللعب اللي هو بيلعبه دوت اللعب الدايركت اللي هو انا وبيلعب ثلاثه ورا كل حاجه، بس مش لعب دفاعي ورخم، لعب فيه متعه، في تخبيط، في بيحاول عنده بريمير ليج. بس السنه دي عنده بطولات ثانيه. في ماتش ارسنال هو حتى بعد لما الماتش خلص طلع في البريس كونفرنس قال جملتين الصراحه يثبت لي ان ده مدرب. ايه بقى؟ هو قال يا جدعان انا خسرت 1-0 تمام، بس انا لعبت قدام فرقه تعتبر اقوى فرقه في البريمير ليج حاليا واكتر فرقه متكامله في البريمير ليج حاليا، ولعبت بمنطق ان انا بلعبك ند بند، اللي هو انا احتمال اكسب. يونايتد ضيعت فرص اكتر من ارسنال، فاهم قصدي ايه؟ فانت ماشي على الطريق الصح. البوزيشنز اللي محتاجه تدعم دي محتاجه وقت. ما انت خسرت الجون شكله عامل ازاي برضه بالظبط، غلطه ما تلومش عليها اموريم. انا اساسا شايفها فاول. انا شايفها مش فاول، بس بغض النظر غلطه ما يتلمش عليها. اذا كانت فاول او غلطه الجون ده سيناريوهين، يا غلطه الجون يا فاول صح. يعني حاجه مش غلطه ما مش تاكتكس مش فنيه مش اموريم. ايه يا عم انت عملت ده يا اموريم؟ فاهم قصدي ازاي؟ في حاجات نشتم عليها الايه المدرب. رقم 2 بقى نرجع نشوف للعيب واحد زي كونيا لما طلع اتسالوا السؤال ده على ماتش ارسنال، قال لك انا ماليش دعوه انا ما لعبت احسن ولا وحش، انا عايز اكسب، انا ما عنديش مشكله العب اوحش بس اكسب.
فاهم. المنطق بتاع اللعيبه اللي هو باين مع المدرب بالظبط، هو المدرب اللي بيحط الحته دي واللعيبه اللي هو جايبها الصراحه واللعيبه اللي هو جايبها عندها المنتاليتي دي. فانا مبسوط بالقصه دي. يونايتد كام دوري قلت؟ على ما اظن هيلعبوا في اوروبا السنه الجايه باذن الله ما اقدرش اقول بوزيشن بس هم يعني باذن الله توب فور. انا عايز اتكلم على برشلونه وريال مدريد. عايز تدي مين فيهم؟ ليك حق انا لسه متفرج على ماتش ريال مدريد امبارح. ايه رايك فيه؟ امبارح ولا اول امبارح؟ كانوا بيلعبوا امبارح. بص تشابي الونسو مدرب جامد ما فيهاش اعتراض على حاجه زي كده، بس انا حاسس ان هم بعيد عن المنافسه مع برشلونه. سيبك من الفرق اللي هم بيلعبوها عشان ينافسوا برشلونه في الدوري، هم بعاد عن ليفل برشلونه. يعني انا حاسس ان يعني انا حاسس ان برشلونه لو لعبت ريال مدريد تاني السيزون دوت هيلعبوهم 4 ماتشات او ماتشين 3 ماتشات. مين هيبقى كونسيستنت وما يضيعش نقط؟ اللي هيكسب الدوري مدريد ولا برشلونه؟ برشلونه. مين هيضيع اكتر؟ هيضيع اكتر ريال مدريد. خد بالك برشلونه حاسس قوه يعني برشلونه بتلعب كوره يا جماعه. لا حاجه ثانيه. ايه ده؟ والله العظيم يمين يامال ده السنه اللي فاتت كان امتع فريق موجود. هم معلش يعني مبروك للبي اس جي، مبروك الشامبيونز ليج، جامدين قوي كل حاجه. لويس انريكي جامد قوي. عملت حلقه على لويس انريكي. لويس انريكي جامد قوي. برشلونه اجمد فرقه في العالم حاليا. امتع فرقه بلاش اقوى. الغلطات اللي بتخسرهم دي هي اللي بتخش اقوى فريق. ما هو انا ما ينفعش اقول برضو يعني انت سيبك من انا بقول اقوى على نطاق ان هم اقوى فرقه. يعني انا لو هروح انا قبل ما الماتش يبتدي انا هلاعب برشلونه ولا هلاعب اي فرقه تانية، على ما اظن انا هخاف من برشلونه اكتر من اي فرقه تانية. فاهم قصدي؟ عشان هم فريق منظم جدا، فريق بيلعب كوره حلوه قوي، فريق قوي قوي، فريق هيدومينيت اي حاجه. هيموتوك بجد، هيموتوك. وهم اللعيبه بتاعتهم كلها جامده. اللي مش او بي يعني يمين يامال بالنسبه لي وبيدري. انت انا لو مدرب واخد عامل دكتوراه في الكوره هقول لايه الواحد زي ده؟ يعني هقول له ايه؟ انت اساسا انت بتاخد الكوره انت بتعمل حاجات بره نطاق الكوره، بره نطاق اساسا الناس اللي بتلعب قدام. بيدري الماتش اللي فات دوت شوطه اللي هو انت رقم 8 وانا اصلا ما اعرفش ان بيدري بيعرف يشوط. رشاط كوره من قبل ال 18 مثلا ب 18 كمان جابها في المقص وكانوا خسرانين. فاهم بكلمك في ايه؟ بيدري ولامين يامال بجد طفره. طفره واللي بينافسوهم ما عندهمش اللعيب الطفره ده. يعني انا فينيسيوس جونيور بالنسبه لي ورودريجو مش امبابي لازم اللعيبه يخدموا عليه، ما يشيلش فرقه لوحده. امبابي ولا هالاند؟ كقوه كقوه لعيب. مين لعيب اتقل؟ ماليش دعوه مين احرف مين امتع مين لعيب تقلق منه اكتر، امبابي ولا هالاند؟ لا هالاند طبعا. مين خارق اكتر؟ امبابي خارق اكتر من هالاند. بحس ان هالاند بيخوف اكتر. هالاند يعني عنده انا هكلمك من منطق ان انا امبابي طبعا يعني احنا ما بنقولش مين الاثنين جامدين قوي. احنا يعني قصه مين جامد وحش دي ما فيش حد فيهم وحش، احنا بس بنشوف مين من التاني. انا مش عارف. انا على ما اظن المدافع اللي هيلعب على هالاند هيبقى اكتر من المدافع اللي هيلعب على امبابي. حاسس كده. فاهم قصدي؟ لان مع ان هالاند لو بيلعب في فرقه ما بتخدمش عليه مش هيبقى زي امبابي. ممكن ياخد الكره مع نفسه بالزبط. انا حاسس لو الدنيا مقفله امبابي اللعيبه اللي ممكن ياخد الكره ويرقص ويشوط يجيب الجول، مش هالاند. متكامل اكتر عن هالاند. لازم يضرب هالاند لا يعني مرعب يعني مرعب يعني في 18 بجد حاجه مرعبه. طب يعني انت شايف دلوقتي مدريد مع تشابي الونسو، اردا جولر كان بيبدا الماتشات اللي فاتت وبعديها والواد الارجنتيني اللي هم جايبينه ده كويس برده بس اسمه ايه؟ ما اعرفش. اصل انا شفته في كاس يعني شفت له فيديوهات كويس. شفت له فيديوهات. الواد كويس بس يا جماعه يعني ما هو ده اللي بكلمك فيه اللي هو انت يعني يعني مش ده اللي تتعود عليه رودريجو يعني فينيسيوس جونيور. تمام. انا على ما اظن واردا جولر ما ابهرنيش لحد دلوقتي. خد بالك اصلا اردا جولر يعني لا فرق شاسع في البيلد اب. يعني انت خد بالك ريال مدريد ورا ايه نظامها؟ مدريد ورا ارنولد ايه؟ ارنولد انا مش عارف الصراحه. انا خد بالك كارفاخال صليبي فهو عمره ما هيرجع زي الاول. ارنولد هيفيد ريال مدريد قوي قوي، بس الماتشات الجامده انا على ما اظن ان ريال مدريد هتستقبل جون كثيره. انا حاسس ان ارنولد بتاع ليفربول اللي هو الوهم ده مش هنشوفه. لا هو خد بالك برضه هو الولد عنده طفره في موضوع نقل الكوره برجله دوت مش طبيعيه يعني. فهو عمره ما هيخسر دي. في لعيب يبقى عنده موهبه امكانياته ما حدش علمها له. كان مين؟ كان شون دايش اللي كان ماسك بيرنلي مع تركوم. كان مين؟ كان شون دايش ولا كان مين؟ هو شون دايش اخر واحد كان ماسك بيرنلي تقريبا لما كان بيرني عنده فريق قوي وكان بيلعب تاركوفسكي ورا.
ايوه هو كولينز كان شوت دايش هو. كان بيقول لك ان انا يعني التاكتكس بتاعته ازاي ما يروح يلعب الفريق، وازاي كان بيحاول يزنق الفريق كلهم لو فريق زي اي فريق بيلعب قدامه، ازاي كان بيتحركوا كومباكت تيم ويروحوا يزنقوا فازاي بيحاول يخلي الفريق قدامه يروح في حته عشان هو يخسر الكوره ما عادش يطلع بيها. فكان دايما بيقول ان انا بحاول مثلا لو الكوره ورا على اليمين عند بنضغط بطريقه معينه، والتاكتكس كان فيديو كده شارح فازاي بيضغط بيهم كله وبيسيب الكورنر ورا على اليمين ده فاضي. فبيقول لك طب دلوقتي الريسك ان في لعيب هنا مرمي لوحده، قال لك مين لعيب عنده الامكانيات ان هو واقف ورا على اليمين يضرب الكوره يوديها للمهاجم الشمال ويضربني دفاع، ما حدش شايف يعمل كده. قال لك بس في لعيبه انا عارف ان انا رحت لعبت قدامه بالظبط هيعمل كده وانا هخاف منه، وده الريسك اللي انا باخده قدام الفريق ده بالزبط. قال لك ليفربول كذا كان على تريبي، قال لك دول الاثنين الوحيد اللي كانوا بيعملوا الحركه دي مليون في المية. لو الكوره عنده ورا قال لك دي سكيلز مش عند حد في البريمير ليج غير مليون في المية. انا يخاف منهم. انا فاهم. انا بشوف الصراحه دفاع ريال مدريد اجمل من برشلونه كاسامي بعيدا عن كوبارسي. مش عايز اسامي، انا عايز لا كمنظومه فليك انا شايف فليك اقوى مش طبيعي. فليك بعدين شابي الونسو كمدرب جامد قوي طبعا لسه حب. لا فليك لسه يعني انا لسه يعني على ما اظن يعني كتوقعاتي تشابي الونسو ممكن يخطف له ماتش من الماتشات اللي ممكن يلعبها مع برشلونه السنه ده يعني لو عرف يعني. بحس بدايه السيزون مش مقياس قوي. ما انا فاهم بس هنشوف ايه اللي هيحصل. في تغيرات بتحصل في رتم كده بيبان على الفرقه. وبعدين انا كورتوا ده يخسر يخش فيه جوان في داهيه، ده صهيوني انا بكرهه برضه يخش فيه جوان يبص ياخد في وشه. خد بالك احنا بنكرهه برضه في خد بالك انا كنت بكرهه من ايام تشيلسي. اتريق علينا في بعد ما راح ريال مدريد بيقول لك وانا بلعب في تشيلسي بشوف العماره اللي ورايا في سانتياغو وانا ما بشوفش حاجه اصلا، حاجه يعني قمه قله الادب اللي عملوه العره. مهم يعني فانا بقول طيب هي برشلونه اول الدوري وبرشلونه بنسبه كبيره يعني مش حاسس في كلام كتير قوي على برشلونه بعيدا عن السيزون اللي فات. لا غير ان هم وهميين وان الثنائي بتاع يمين ورافينيا ده جامد قوي. ماركوس راشفورد كنت لسه اقول لك ايه رايك ماركوس راشفورد دخوله؟ انا بحب الواد ده الصراحه يا جدعان. الماتش اللي فات عنده سنه فزلكه ممكن تاثر على برشلونه، بس انا ما اظنش ان يعني هانسي فليك عليهم الفريق يبقى في 3 لقدام ولا صعب؟ انا حاسس صعب. على ما اظن هيلعب هيركب اتاك. على ما اظن رافينيا راشفورد كمان وليفا خلاص ولا ايه؟ ساعات بيلعبوا رافينيا تحت مهاجم يعني هيلعب لك ليفاندوفسكي رافينيا يمين راشفورد ماشي. وهيقلب بقى ساعات يعني خد بالك ليفاندوفسكي بقى بيتصاب كتير هيلعب راشفورد مهاجم كام سنه 39 راشفورد مهاجم رافينيا شمال يمين لا فرقه يعني. ماشي. عايز تقول عايز تتكلم عن حاجه ثانيه ولا كنت بقول لك راشفورد الماتش اللي فات قبل ما يخش فيهم الجون الاول هم كانوا خسرانين 2-0 او 2-1 مش فاكر لا عمل فرص باين ان هو جامد فاهم قصدي ايه. وكمان الدوري الاسباني فيه مساحات اكتر من البريمير ليج وراشفورد بيطير مش بيجري بيطير بمعنى الكلمه، فهو هيبقى جريء اكتر السيزون دوت. وفي نفس الوقت هانسي فليك انا بشوفه من اجمد المدربين اللي يعني حاليا في اخر 15 سنين طبعا جامد قوي. فانا ما اظن برشلونه سنتين 3 كده تشامبيونز ليج يعني. عايز تقول توقعات ماتشات ولا عايز تدي نصايح فانتسي؟ انا عايز تعمل الاثنين. نصايح فانتسي ممكن اديك شويه اسامي كده اللي هو انا حاسس ان هم قول لي زي ما بقول لك لعيبه مغموره في الفرقه بتاعتها، بس هي اللعيبه ديت قدام هتفرق قوي معاهم. إيلانجا بجد إيلانجا دوت مع نيوكاسل لعيب بص عليه في الجون 7 في الجون لان هو كتير عليه طب اي لعيب معدي اي لعيب معدي 6.5 بعيدا عن الشباب اللي بتطير اللي هو بالمر بقى وصلاح والشباب ديت بصراحه اوفر عليه. انا هشفع ليه ما اجيبش نيتو مثلا او ليه ما اجيبش سيمينيون او ليه ما اجيبش ليه اجيب إيلانجا وما اجيبش انا بكره بصراحه الاستراتيجي بتاعت ان انا اروح اجيب لعيب من بورنموث وانا عارف ان هو هيلاعب مثلا لا يقل عن 9-8 فرق اجمد منه، بس هو جايب بيجيب في كل ماتش يعني في كل ماتش يعني اصل بورنموث يعني مش الفرقه اللولبيه يعني. انا اكرمني اروح اجيب ايزي ولا صار انا بفكر في لسه اقول 6.5 ايزي ب7.5 ليه ما اجيبش ايزي؟ انا اروح اجيب ايزي مش قدوس بالظبط فاهم قصدي ايه؟ ليه اروح اجيب ليه إيلانجا بالظبط؟ انا بسالك ليه إيلانجا عشان السيزون اللي فات اكتر واحد جايب مع نوتنجهام اسيستات في نوتنجهام وتقريبا الثالث او الرابع في الجدول جايب 11 اسيست. ماشي. مشكلته ان هم لسه ما عندهمش سترايكر بالظبط ده واحد مهاجم بس ولا هم هيجيبوا ولا مش هيجيبوا مهاجم؟ لا مليون في المية هيجيبوا مهاجم. انت عندك اوبشنين دلوقتي هيطلع ولا عندك 3 اوبشنز عايزين نعرف. على ما اظن ايزاك مش هيكمل معاهم. هم هيعملوا ايه؟ انا عايز اعرف قصه ايزاك دي. هو اخر توبك هيمشوه يا اما هيمشوه بطريقه وسخه اللي هو انت هتفضل قاعد معانا وتمشي السنه الجايه ببلاش. لا بتكلم عن دلوقتي هيقعد معاهم ولا هيمشي؟ هو عقده فاضل فيه قد ايه؟ مش 3 سنين ولا سيزونين؟ انا اظن سنه او سنتين حاجه زي كده. انا على ما اظن هو الولد قفلها من ما ينفعش يلعب من بدري
يعني هو البوست اللي هو حاطه ده اصلا كفيل ان هو رئيس النادي نفسه يخش ياكله علقه بنت وسخ. خلاص كده بوظ الدنيا. مش عارف الصراحه، انا على ما اظن هو لو جالهم الترانسفير فيه اللي هم اللي مطلوبه فيه هيمشوه، وهيروحوا يجيبوا بقى عندك 3 اوبشنز. يعني هي المشكله مش جاي المبلغ اللي هم عايزه، دي المشكله. ال 150 اللي هم عايزينهم ما اتعرضتش لسه، خد بالك 150 ده كتير. انت كده ليفربول هتبريك الترانسفير ايكيتيكي وايزاك. لا فيرتس فيرتس وايزاك كده 140 في 150 في لاعبين 300 مليون. 300 مليون اصلا دول في فرقه ما بتسواش 300 مليون، فاهم قصدي ايه؟ بس انا على ما اظن الاستراتيجي بتاعت ليفربول عشان صلاح خلاص قدامه سنتين، هو عايز يدعم الناحيه النواحي الثانيه، عشان هو عارف كده ان مفيش حد هيجي زي صلاح تاني. عايز يدعم الفرق النواحي الثانيه بلعيبه او بي، عشان كمان سنتين ما اروحش بقى ادفع لي 180 و200، لان انا على ما اظن الدنيا هتبقى اوحش واوحش تغلى السنين اللي جايه. فهو قال انا اخلص بدري. وانا انت اي لعيب بيهايب بتروح تدفع فيه 100 مليون يعني. نيكولاس جاكسون ب 80 مليون يا جدعان في الماتش. ايكيتيكي راح عمل سيزون حلو، هو مش افشخ منه، رحت جبته ب 100 مليون. فلا انا شايف ان ليفربول عنده 29 سنه مش عارف 80 مليون ولا 70 ليفربول هتجيبه. انا على ما اظن ايزاك برضه 90 مليون و 100 مليون 150. مش ايزاك ده بكام على سيسكو قصدي. سيسكو لا جبتوه ب 70 على ما اظن، مش فاكر 70 80 ارقام كبيره برضه. لا خد بالك 70 ده والله العظيم دلوقتي بقى اي كلام ولا حاجه. لا دلوقتي ده اللاعب اللي بيجيب 10 تجوان ومثلا 6 7 اسيستات انت يا باشا بلس 50. زي كونيا ومويمو. بس دول جامدين. على ده انا الارقام بتاعتي في البريمير ليج اقوى دوري في العالم، صح. لكن مش هروح اجيب مش عارف مين ب 100 مليون يعني وانت رحت لعبت في الدوري البرتغالي يعني. طب انا بس عشان الفقره اللي انا بحطها بالعافيه ما حدش بيتفرج عليها، حدش بيتكلم، بس بحطها بالعافيه. الحقوا الفوزانينيو في الفانتسي. انا هحط فريقي برضو تاني هنا. انا عملت تغيير، خرجت بالمر وجبت نيتو. انا عايز اقول لك ان انا عايز اعمل كارثه، عايز اعمل واحد، عايز اجيب تغيير كمان. كنت بفكر جدا في سيسكو، هل اتك على سيسكو ولا ما اتكش على سيسكو؟ انا ما عنديش مهاجم، عندي ماركوس جوي ده عايز امشيه، يا اما هجيب نص ملعب. انت مين المهاجمين الاثنين؟ هالاند ومين؟ هالاند وجواو بيدرو. بص انا بصراحه اكتشفت حاجه، يا اما بقى همشي حد من الدفاع، ماشي وان بايساكا بقى والقرف ده واشوف حد 3-5-2 ده احلى تكتيك في اللعبه. يبقى انا محتاج نص ملعب كمان. عندي صار بقى خامسهم ده، صار وارون رمزي، امشي واحد منهم واجيب حد. بفكر بقى في معايا فلوس، كنت بفكر بجديه بس قلقت من الاقرع في بوب. لا ما تجيبش اي حد من سيتي غير هالاند، بعيدا عن هالاند. تمام. طيب. وانا بصراحه انا عملت كارثه. قولوا لي يا مهاجم يا نص ملعب مكان ارون رمزي او صار، وهل اروح ادفع الفلوس اللي انا خسرتها يعني في اللعيبه اللي هي البادجت بتاع المهاجم كام؟ اللي انا عايز امشيه مارك جوي ده ب 4. لا يعني هتزود عليهم. اعتقد معايا لحد 9 أو 9 ونص. انا بصراحه لو انا يا جوكريس يا وود. ليفربول في السيتي في بتاع، فهتك شويه على جوكريس ده. وود نوتنغهام عندها فيكستشرز. طب عايز نص ملعب، في حد نص ملعب في رينج 7 8 كده ايزي. ما انت بقى لازم تعمل الميكس. ما انا ايزي برضه هتك عليه عشان ماتشات ارسنال، بس انا ايزي ده كده لما يركب يا اما هجيبه مكان واحد من دول يا اما هجيبه مكان بيدرو نيتو. انا بصراحه ايزي كده ان شاء الله هيخش فرقتي. انا عملت كارثه. كارثه. اولا احط فرقتك هنا دلوقتي. انا الجيم ويك الثاني عملت وايلد كارد، وفي الوايلد كارد عملت كارثه. عملت وايلد كارد خلاص؟ انا عملت وايلد كارد في الجيم ويك الثاني اللي هو دلوقتي. اللي فات، اللي جاب لي 53 نقطه ده. طيب عملت ايه بقى؟ جبت بالمر على اساس ان انا بحبه، لعيبي المفضل في الدوري حاليا. للاسف جاله اصابه في الضمه، فطبعا انا خيشت. فقررت بقى ان هو ذهاب بلا عوده. انا نيجاتيف 20 من الاخر كده بعد الوايلد كارد. بس انا عملت بقى استراتيجي حلوه بصراحه. انا مش هكمل كلام على الفانتزي لان انا عملت اختيار غلط ان انا اجيب حد يلحقني في الفانتزي. عملت اختياراتي كلها صح في الكوره. اسمعني بس انا والله ماشي باستراتيجي حلوه جدا. انا اكتشفت ان انت في فرقتين تمام في الخط اللي ورا ده لازم تجيبهم اساسيين. تمام. ايه هم؟ توتنهام وارسنال. ليه؟ دول اكتر فرقتين بيعملوا جول كونتريبيوشنز تمام كخط دفاع. بيدرو بورو ومحمد قدس دي احلى جبهه ممكن تتفرج عليها ككور هتتعرض في البوكس. ده واحد. وارسنال تمبر وكالافيوري حاجه مش طبيعيه. ايزي لما يخش وايزي لما يخش وجيوكيريس بقى قدام. وجيوكيريس قدام. انا بصراحه اللي انا عملته انا عملت كارثه، بس الكارثه دي انا حاسس ان هي هتطلع لها بحاجه حلوه. انا جبت 2 من ورا من ارسنال وجبت 2 من توتنهام. يا ابن الذين جبت بيدرو بورو ومين؟ جبت بيدرو بورو وفان ديفين. ماشي. وجبت كالافيوري جامد وتمبر. ده انت عشان بقى ما هو بص اللي هيجلي فاهم. انا فاهمك على حاجه. توتنهام اللي هي اساسا توتنهام المعفنه بتاعت السنه اللي فاتت جايبين 9 كلين شيت
ماشي تمام 9 كلين شيت. ارسنال جايبه 13 كلين شيت. تمام ماشي. ارسنال السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت، فال 13 كلين شيت دول المفروض يبقوا مثلا 15 16 حصل. ربنا يفتحها عليهم يبقوا 18 حصل. عادي. حصلت مع سيتي السيزون اللي قبل اللي فات جابوا 18 كلين شيت. تمام فانا ماشي بالاستراتيجي بتاعت ان انا النقطه اللي انا ممكن اكون خسرتها في الاول عادي ماتش اعوضها. واحد كالافيوري واحد تمبر جونين مع الكلين شيت، مفيش حد عامل الاستراتيجي ده. وفي نفس الوقت توتنهام جابوا باولينيا وعندهم اساسا بنتنكور، خط دفاع نار بمعنى الكلمه بجد، من احسن السنتر باكس اللي موجودين في العالم. روميرو دوت بجد يعني لو فت خرافي تمام، وفان دي فين ده خرافي تمام، وفيكاري وراهم جون كويس جدا جدا جدا. كان نفسي يجي يونايتد، كان نفسي يخش في الثلاثه اللي ورا. فانت عندك خط دفاع في قطبين لندن، هم اي نعم مش كبار لندن، بس الفرقتين دول بصراحه خط دفاعهم السنه دي كويس. كبار لندن بعد تشيلسي طبعا. طبعا بنتكلم في لندن از بلو، جوزيه مورينيو معروف بطل العالم. مهم يعني، فدول هيجيبوا لي، انا متاكد ان دول هيعملوا لي فرق. والجونين جايب واحد من نيوكاسل واحد من نوتنغهام، سيلز وبوب. ليه بقى؟ لان ده واحد هيلعب اصعب فرقه تلعب على ارضها هي نيوكاسل. سيبك من ليفربول اللي عملوه فيه امبارح، نيوكاسل ونوتنغهام. فانا شايف ان برضو السنه اللي فاتت نوتنغهام جايبه 12 كلين شيت ونيوكاسل جايبه 9 كلين شيت، فانا هلعب على احنا صحيح ما كناش على ماتش نيوكاسل وليفربول ده. صح. الواد الصغير ده ابو 16 سنه ده ابن مين؟ ابن تشيلسي. يا سلام والله ده 16 سنه جاب الجول وعنده 16 سنه 361 يوم، رابع اصغر لعيب في تاريخ البريمير ليج بيجيب جول. الواد ده جامد قوي. مين بقى جاب جول في البريمير ليج وهو اصغر منه؟ مين؟ وين روني. ما اكيد برضه يعني ده وين روني كان اصغر منه بيومين تقريبا. بجد والله كان في ايفرتون ساعتها. الجوت هو جوت فعلا بريمير ليج بالنسبه لي، جوت بريمير ليج ثم اي حد بعد كده انا بحبه برضه قوي جدا جدا جدا. ماتش وهمي بصراحه، شخصيه ليفربول. انا بس يا جماعه انا بتغاظ من الحاجات دي اللي بتحصل في اخر لحظه. انا بصراحه لعيب محتاج ابريشيشن بوست برونو جواماريش يا جماعه، والله العظيم لعيب يعني تقيل. نص ملعب تقيل كما قال الكتاب. بقول لك ايه، عارف مين تاني اللي بجد حلو؟ الواد تونالي. الواد ده حلو قوي طبعا، الواد ده حلو قوي طبعا. بس بصراحه حاسس برونو جواماريش انا شايف ان هو اكبر من نيوكاسل. بس نيوكاسل هتبقى من الكبار، فاهم في الكبار. بس خد بالك انا حاسس ان هي دي مشكلتهم مع ايزاك، ده الغيظ بتاعهم. طبعا ان انا عايز ابقى من الكبار وانت عايزني عشان تروح فريق تاني. طب ما انا ابقى زيهم وهديك الفلوس وهكسب والعب تشامبيونز ليج. البوست بتاع زي سيسكو ما راح يونايتد. البوست بتاع ايزاك اول لما نزل، مين اول واحد راح عامل شير للستوري بتاعت نيوكاسل بقى وماسك البادج وبيبوس؟ برونو جواماريش. والله بكلمك بجد، ده لعيب اللي هو انا هخش يا قاتل يا مقتول. انا بحب اللعيبه دي فاهم، وانا كمان. فانا بالنسبه لي انا بقول لك ما تيجي نروح نشيل النادي في البرازيل كده ونعمل زي ما نفسي يلا مش مهم. نرجع لتوبيك نيوكاسل وليفربول. انا على ما اظن طرد جوردن الغبي هو دخل بغبيه، ما حدش يخش كده. هو كان عامل ماتش خيالي. الواد جامد على فكره طول عمره. جامد. واصلا سيبك ان هو جامد. سيبك هو جامد. خد بالك انت اصلا ليفربول كانت عايزاه من سنتين. ما انا سمعت. وهو السنه اللي فاتت، اسمها السنه اللي فاتت كمان. السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر. ماشي. واتضايق ان هو ما راحش. ودلوقتي بيلعب مهاجم لغايه لما يجيبوا مهاجم وبيلعب كويس. انما هو ما جابش جوان بس بيلعب كويس. فاهم قصدي ايه؟ وينجر كويس. هو غبي يعني. ودخل دي مش دخلت واحد يعني اللي هو فيها او لا، ده الاعمى هيشوفها طرد. هي طرد صريح 100%. فهو غبي، هو قتل الماتش. اللي كانوا خطر جدا 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 إيلانجا كان طلع له كورتين 3 كده اللي هو لو كان يعني سنه بسيطه كان على ما اظن كان هيجيب جون او اسيست. طب وجرافنبرخ ده بص، هو انا برضو يعني عشان اكون صريح معاك، الترانسفير تارجت بتاع ليفربول قبل ما يجيبوا جرافنبرخ كان اجمد من جرافنبرخ، وهو ما زال اجمد من جرافنبرخ بصراحه. كايسيدو يعني انا والله العظيم مش بطبل لتشيلسي تمام. يعني جرافنبرخ جامد ولا؟ والله بحلف لك كمان مره انا ما بطبل لتشيلسي. انا بقول لك على حاجه، يعني جرافنبرخ تعبان. جرافنبرخ لعيب تعبان؟ لا طبعا. ما انت قصدك ايه؟ انا قصدي ان هو لعيب ما كانوش متوقعين ان هو هيبقى بنفس الليفل اللي هو وصل له دلوقتي دوت. ماشي. وكايسيدو لو كان راح كان ممكن هو اللي يوصل لكده. هو كايسيدو لو كان راح ليفربول يا جماعه اقفلوا كده تمام. مفيش حد هيكسب ليفربول السيزون دوت ولا السيزون اللي بعده ولا اللي بعده. انا بصراحه شايف ده، لان انت بجد كايسيدو دوت والله العظيم انا بقول لك اهو. لا
انت في حته تانية خالص خالص خالص. كايسيدو اجمل من كايسيدو، اهم لعيب في تشيلسي. كايسيدو اهم لعيب في تشيلسي. اهم لعيب في تشيلسي؟ اهم لعيب في تشيلسي. انا عارف طبعا ان بالمر ارقامه مش طبيعيه، وكل الشباب اللي بتلعب معانا وانزو فرنانديز احسن لعيب في كاس العالم ناشئ كناشئ، يعني اللي هو اللي كان بعد ميسي على طول هو انزو فرنانديز هو اللي اخدها. لا كايسيدو يا جدعان، لا 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 لا. اصل انت خد بالك هو ما بيجيبش جوان، بس انا بجد عارف البوزيشن اللي انت بتدور عليه دلوقتي في مانشستر يونايتد هو كايسيدو. هو ده كايسيدو، مش باليبا. لا 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 كايسيدو اجمل من باليبا سنين ضوئيه يعني. بس باليبا انا على ما اظن باليبا دوت لسه البيك بتاعه ما وصلوش. انا شايف ان ماينو ده حرام لو ركب في المركز ده هيمشي مكان برونو صداعي، مكان برونو. هو ده اللي انا بتكلم فيه. كازيميرو برونو او اي حد كازيميرو ماينو او اي حد ماينو. هتقعد برونو فرنانديز يا فاجر. هقعد برونو فرنانديز. لو شايفين اراء خالد دي اراء مجنونه، فانا لسه عندي كتير قوي من الحاجات دي زي حسام وخالد. هنبقى نعمل القعده نحط كلنا نقعد فيها دي. شرف ليا والله يا كابتن فوزي. هنبتدي، حاسس ان انا هبتدي اعمل الحاجات دي كتير بعد كده ان شاء الله يا باشا. حاسس كده بداتها الاسبوع اللي فات. انا متشكر انك وكملتها بيك يا خالد. ده بيتك. ربنا يخليك. ده انا بعد كده هعمل لكم القعده واسيبكم واطلع بره. استوديو بقى ولا استوديو؟ ده انا هنعمل استوديو بتاعك. استوديو ابن لذينه. الاستوديو بتاعك، الاستوديو ده بتاعك. استوديوهك. وعندي حاجات كتير قوي هنا عايز احطها. انا معاك في اي حاجه لغايه لما توصل للتوب. احنا في التوب اصلا. في ناس بتشجعني بعيدا عن يونايتد، بس خد بالك في ناس بتحبني والله. في ناس بتخش تكلمني وتقول لي مش عارف ايه واحكي لنا عن كذا. ربنا يزيدها نعمه. فهم 531 واحد. يا 531 نفر. انا واحد منهم. انت واحد منهم؟ انا واحد منهم. شكرا خلود. شرف لك. اشوفكم في حلقه جديده، في فلوج جديد، او في حكايه جديده، او في استاد اخر. لان في قلت لك انا في حاجات صايعه جدا. مش هنروح. رايحين حتت صايعه قوي، مش هقول فين. سيبك من ده بس. اشوفكم في حلقه جديده. الله الوطن ابو تريكه. سلام. السلام عليكم.